طلاب الرايقين دفعة 24 يا رب تكونوا كويسين. النهارده بنحل كتاب التفوق، عشان كده يبقى خلصنا كتاب جلوكوز وكتاب الامتحان وكمان كتاب التفوق على الدرس الثاني في الهرمونات. يلا ركز معايا وصحصح كده، حصه مهمه خالص. تعال نشوف، يلا بينا. بيقول لك اي العوامل التاليه تزيد من معدل افراز الغده الموضحه بالشكل. مين الغده دي؟ الغده الدرقيه. انت عارف ان الغده الدرقيه طبعا بتفرز هرموناتها بتاثير النخاميه. انت عارف ان النخاميه، تعال نكتبها كده اهو، النخاميه بتبعت هرمون اسمه تي اس اتش ينبه الدرقيه انها تفرز هرمون الثيروكسين. على فكره الكالسيتونين يعني بيتفرز على حسب الكالسيوم، يعني التي اس اتش بينبه الدرقيه للثيروكسين، يعني ده اهم حاجه. فبيقول لك اي العوامل اللي بتزيد من معدل افرازها. هل تركيز الصوديوم؟ لا، ده تركيز الصوديوم بيأثر على معدل افراز الالدوسترون. لما الصوديوم ينقص بيطلع الالدوسترون عشان يعليه. هل هرمون منبه؟ هو هرمون منبه من النخاميه اللي هو التي اس اتش، فهي دي الصح. هل سيال عصبي؟ لا. هل نقص حجم الغده؟ لا. يبقى هنا اللي بيخليها تفرز هرموناتها هو التي اس اتش. السؤال اللي بعده، اي الهرمونات التاليه اكثر تخصصا؟ مين الهرمونات في دول اكثر تخصصا؟ هرمون النمو بيشتغل على عظام وعضلات واحشاء، ده مش متخصص خالص. التي اس اتش بيشتغل على الدرقيه بس، هو ده منبه للدرقيه وبس، ده متخصص جدا. الثيروكسين سيادتك بيشتغل على كل خلايا الجسم بما فيهم الخلايا المفرزه ليه، حتى على الغده الدرقيه، بيزود الحرق في كل خلايا الجسم بما فيهم الغده الدرقيه نفسها، فده مش متخصص خالص يعني. الدي اتش بيشتغل على الكليه والاوعيه الدمويه، فبرضه مش متخصص. الاكثر تخصصا هو هرمون التي اس اتش. السؤال اللي بعديه، ادرس المخطط المقابل جيدا ثم استنتج. الغده النخاميه طلعت هرمون، راح لغده س طلعت هرمون اشتغل على خلايا الامعاء. ايه يا دكتور خلايا الامعاء؟ خدنا في لو انت فاكر في ثانيه ثانوي لما خدنا حته من الامعاء المصارين بتاعتنا وجينا نبص جواها، لقينا ان بطانه الامعاء كلها انسناءات اسمها خملات. هي دي كنا بنقول في انسناءات اسمها ايه؟ خملات. دي اسمها خملات الامعاء بالمنظر اللي انا برسمه لك ده على السريع. دي اسمها خملات الايه؟ الامعاء. يا دكتور ايه وظيفه الخملات؟ تعالى افكرك بمعلومه مهمه. قلت لك انا كدكتور صميل، قلت لك ان انت لازم، احنا بناكل اكل من هنا اكيد مش بناكله عشان ينزل في البلع وخلاص، لا احنا بناكل اكل عشان نستفيد بيه. عشان تستفيد بالاكل بتحصل له 3 عمليات. اول عمليه لازم نهضم الاكل. يا دكتور انت عايز ليه تهضم الاكل؟ عشان ينفع اوديه الدم، عشان ينفع يحصل له الامتصاص. طب يا دكتور انت عايز توديه ليه الدم؟ عشان تيجي العمليه الثالثه اسمها الايض او التمثيل الغذائي ونستفيد بالاكل. يعني ايه تمثيل غذائي؟ يعني ما يمثل لك الاكل. ودول حاجتين، ممكن تكسر الاكل وتطلع منه طاقه ودي اسمها هضم، وممكن تبني حاجات في الجسم. فدول العمليتين اللي هم الايض. يبقى احنا الاكل اللي بنهضمه بيروح الدم بنستفيد بيه، لا اما نكسره ونطلع طاقه لا اما نجمعه ونعمل حاجات. لكن الاكل اللي مش بيتهضم، مش بيروح الدم، مش بنستفيد بيه، بينزل في البيبي. فالبيبي ده عباره عن اكل ما اتهضمش، عباره عن البراز، ده عباره عن ايه؟ غذاء غير مهضوم. طب المهم هضمنا الاكل ووصلنا الاكل وهو مهضوم، وصل فين؟ وصل للامعاء. عايزين بقى نعمل امتصاص، ناخد الاكل اللي اتهضم من الامعاء ونوديه الدم. هو دلوقتي في الامعاء، عايزين ناخده في الحته دي في الامعاء اهو، عايزين ناخده من الامعاء نوديه الدم. هيروح عن طريق مين؟ عن طريق الخملات. هيمشي عن طريق مين؟ عن طريق الخملات. فالخملات دي اللي بيحصل عندها الامتصاص الغذائي، بيحصل عندها الامتصاص. طب مين الهرمون اللي كان بيعمل امتصاص السكريات الاحاديه من القناه الهضميه؟ الثيروكسين. يبقى الهرمون ده الثيروكسين. وبما ان ده الهرمون الثيروكسين، يبقى الغده اللي مطلعاه هي الغده الدرقيه. وبما ان دي الغده الدرقيه، يبقى اللي منبهها هو التي اس اتش اللي جاي من الغده النخاميه. فبيقول لك اي مما يلي يمثل الهرمون 2، الهرمون 2 ثيروكسين. خلاص اخترنا الثيروكسين. اي العبارات الاتيه صحيحه؟ زياده افراز الهرمون 2 اللي هو الثيروكسين بتسبب ارتفاع الثيروكسين بيزود الحرق، وزياده الحرق زي ما عارفين لما كان بيزيد الثيروكسين كان بيزيد زياده في اكسده الغذاء، فبيحصل عدم تحمل حراره، بتزيد الحراره. هل نقص افراز الثيروكسين يسبب ارتفاع الجلوكوز؟ غلط. ما الثيروكسين انت عارف كان بيحفز امتصاص السكريات الاحاديه، بياخدهم من الامعاء يروح للامعاء يقول لها هاتيهم ويحطهم في الدم، فكان بيزود السكر في الدم مش بينقصه. فهنا نقص الثيروكسين ينقص السكر مش يزوده، فدي غلط. الغده السين اللي هي الدرقيه تعتبر غده حويصليه صح، بس مختلطه غلط. غده حويصليه صماء لانها بتفرز هرموناتها في الدم، هي مش مختلطه. نقص افراز الهرمون 1 اللي هو التي اس اتش يسبب هشاشه عظام، غلط. ده اللي بسبب هشاشه العظام زياده الباراث هرمون. لما يزيد الباراث هرمون كان بيزود الكالسيوم في الدم عن طريق سحبه من العظام، فتصبح العظام هشه وسهله الكسر. السؤال يبقى كده الاجابه بتاعتنا هتبقى الف، زياده الثيروكسين بتسبب ارتفاع حراره الجسم. طيب السؤال اللي بعديه، الرسم البياني التالي يشير الى عدد مرضى الميكسوديما في بعض مدن مصر اوائل القرن الماضي. ادرس الرسم جيدا ثم استنتج. طبعا دي المدن، انت عارف طبعا ان الناس اللي عايشه جرب السواحل بيشربوا يود وبياكلوا يود وبيتنفس يود،
فعشان كده ما عندهمش نقص يود، فما عندهمش امراض نقص الثيروكسين، ما عندهمش مرض الميكسوديما. فامراض نقص الثيروكسين في الناس اللي هم على السواحل اللي جنب الميه دول بتكون نادره جدا. فعشان كده مين اكتر اجل عدد امراض هنلاقيه في مدينه اسكندريه؟ لان اسكندريه في بحر هناك، فالناس بتوع اسكندريه بيشربوا يود ويتنفسوا يود وياكلوا يود، فنادر نلاقي عندهم ميكسوديما. طب مين اللي نص ونص؟ القاهره. مين اللي ممكن نلاقي عندهم كتير؟ بتوع سوهاج، لان بتوع سوهاج بعيد عن الميه، بعيد عن السواحل، فعشان كده ممكن يكون هم اكثر عرضه ان يجي لهم ميكسوديما. لكن بتوع السواحل زي ما احنا عارفين بياكلوا يود وبيتنفسوا يود وبيشربوا يود، فاليود متوفر عندهم في الهواء والماء والغذاء، فبالتالي الثيروكسين متوفر، فنادر عندهم الميكسوديما. يبقى بالترتيب ده اسكندريه القاهره سوهاج، يبقى الاجابه هتبقى ب اسكندريه القاهره سوهاج. السؤال اللي بعديه رقم 5. من خلال دراستك للشكل المقابل ما الذي يدل على ان الرسم المنظر امامي؟ دي الغده الدرقيه. ايه اللي ياكد لنا انها منظر امامي؟ انا علمتك حاجه، قلت لك في الامامي في حاجه هتشوفها وحاجه مش هتشوفها. ايه اللي هتشوفه في الامامي؟ هتشوف البرزخ، في الصين بينهما برزخ، بس مش هتشوف ايه؟ مش هتشوف جرات الدرقيه، لان جرات الدرقيه مستخبيين ورا. فمن الامامي هنشوف البرزخ، يبقى هنا ظهور البرزخ، هيبين البرزخ، بس مش هتشوف جرات الدرقيه. في المنظر الامامي هتلاقي ان الحلقات الغضروفيه كامله الاستداره، هنا حلقات غضروفيه كامله. المنظر الخلفي بقى العكس، مش هتشوف البرزخ بس هتشوف جرات الدرقيه، وهتشوف الحلقات دي مش كامله. تعال نشوف ايه اللي يدل ان هو امامي. ظهور جرات الدرقيه غلط، ده ما ظهرتش، لان ده لو ظهرت كان يبقى خلفي اصلا. عدم اكتمال الحلقات، لا الحلقات مكتمله اهو باينه. هي دي اتصال في الصيل الغده الدرقيه بواسطه البرزخ، دي الصح. ظهور الحويصلات من ورا ومن قدام هتبان الحويصلات، لان هي اصلا غده حويصليه تميل كلها بلالين بلالين بلالين. السؤال اللي بعده رقم 6. الرسم بين المقابل يعبر عن تركيز زياده هرمون الثيروكسين على 3 متغيرات بمرور الزمن. ادرس الرسم جيدا ثم استنتج ما المتغيرات اكس وواي وزد. كل ما الثيروكسين يزيد اكس بيقل، واي بيزيد، زد بيزيد. تعال نشوف. هل اكس ينفع درجه الحراره؟ غلط، ده كل ما الثيروكسين يزيد الحراره تزيد مش تقل، فدي غلط، كده الف بره اللعبه، مش هكمل كده، الف خلاص كده مستبعده. طب كل ما الثيروكسين يزيد وزن الجسم يقل، اصل هو بيزود الحرق، فلما تحرق هتخس، فدي صح. كل ما الثيروكسين يزيد معدل امتصاص الجلوكوز يزيد، صح، معدل امتصاص الجلوكوز يزيد لان هو بيحفز امتصاص السكريات الوحيديه من القناه الهضميه. كل ما الجلوكوز يزيد الحراره تزيد، لان هو بيشعلها شعل، بيولع ده هرمون الحريقه، بيزود اكسده الغذاء فبيزيد حراره الجسم. يبقى طبعا الاجابه الصحيحه هتبقى رقم ب، يبقى ب الصح. طب نكمل برضو. هل لما يزيد الثيروكسين هيأثر على الكالسيوم؟ ملوش علاقه في الكالسيوم، ده مش بتاع الكالسيوم. طب هل لما يزيد الثيروكسين هينقص معدل امتصاص الجلوكوز؟ ده بالعكس، ده هيزيد معدل امتصاص الجلوكوز، فدي غلط. يبقى الاجابات كلهم غلط ما عدا اختيار رقم ب. السؤال اللي بعديه. هرمون الليبنتين يسمى بهرمون الشبع ويقوم بتقليل الشهيه، بيسد نفسك يعني، وتنظيم كميات الطعام التي يحتاجها الجسم. ما الهرمون اللي ليه تاثير مضاد ليه؟ مين الهرمون اللي بيفتح النفس؟ الثيروكسين. ما انت عارف ان الناس اللي عندهم جويتر جعوزي بياكلوا كتير وبيخسوا، نفسهم مفتوحه، لكن اللي عندها ميكسوديما ما بتاكلش وبتتخن، لان نقص الثيروكسين بيفقد الشهيه، زياده الثيروكسين بيزود الشهيه، فاللي بيفتح النفس هو الثيروكسين، لان ده بتاع الحرق كله. 8. ادرس الرسم التخطيطي الذي يوضح نشاط احد الغدد الصماء في الانسان ثم استنتج. غده طلعت هرمون راح للامعاء عمل زياده السكريات الوحيديه، خلصت خلاص، ده الثيروكسين بيروح للامعاء يحفز امتصاص السكريات الوحيديه من القناه الهضميه. تعالوا نشوف الثيروكسين ماله. بيقول لك ما العامل اللي بيأثر على نشاط هذه الغده المبين بالرسم التخطيطي؟ توافر اليود، في يود في ثيروكسين، مفيش يود مفيش ثيروكسين، فدي صح. توافر الكالسيوم في الغذاء؟ لا ملوش علاقه. انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم؟ ده بالعكس، ده انخفاض الكالسيوم هيحفز البارس هرمون. هو توافر الكالسيوم في الغذاء للامانه هي هتحفز الدرقيه انها تطلع كالسيتونين، ما لما الكالسيوم يزيد هيروح الكالسيوم ده، اكيد الكالسيوم ده هيحصل له ايه؟ هيروح الدم، فلما يروح الدم هيزيد في الدم فيطلع الكالسيتونين عشان يوطيه، هي هتاثر على فكره. بس خلي بالك هو عايز الحته دي اللي هي بتاعه الهرمون ده. مين الهرمون ده؟ اللي هو الثيروكسين، يعني هو كان المفروض يبقى السؤال ادق من كده، هو عايز حته الثيروكسين يعني. انخفاض الكالسيوم؟ لا ده بيحفز جيران الدرقيه، اول ما الكالسيوم ينقص يطلع البارس هرمون في طور يتجنن لو ما لقيش كالسيوم في الدم عشان يعليه. ارتفاع معدل الايض؟ ده بالعكس، ده لو الايض عالي الدرقيه مش هتشتغل، لان الايض عالي، هي بتشتغل امتى؟ لما يكون الايض منخفض فتطلع ثيروكسين يزود الايض، فدي برضو غلط. فالاجابه الادق هي توافر اليود في الغذاء، ده اللي هيحفز نشاط هذه الغده. تمام يا دكتور. في الشكل المقابل تظهر الاعراض 1 و2. ده هنا جحوظ في العينين، تضخم الرقبه، ده جويتر جحوظ. جويتر
جحوظي او تضخم جحوظي. بيقول لك تصل الاعراض في حاله هل نقص النشاط الدرقيه غلط، ده زياده ثيروكسين، ده سببه زياده ثيروكسين، يعني زياده نشاط الغده الدرقيه، يبقى زياده ثيروكسين نقص نشاطها غلط. زياده الثيروكسين المصحوب بنقص دي صح، ما لما يزيد الثيروكسين هيرجع للنخاميه يقول لها بلاش تي اس اتش، فدي صح هتحصل. زياده الثيروكسين المصحوب بانخفاض ضغط الدم غلط، ده لما يزيد الثيروكسين هيزيد ضغط الدم، ده الثيروكسين ده بيزود ضربات القلب فيعلي ضغط الدم مش يوطيه. فرط نشاط الدرقيه المصحوب بجفاف الجلد غلط، ده لو زاد نشاط الدرقيه هنعرج فالجلد يبقى رطب. جفاف الجلد ده لما بينقص الثيروكسين، لكن دي زياده ثيروكسين، يبقى الاجابه الادق هي زياده الثيروكسين المصحوب بنقص التي اس اتش، يبقى الاجابه هتبقى ب. السؤال اللي بعده، اي رسومات القلب التاليه تعبر عن معدل ضربات القلب للشخص الاقل افراز للثيروكسين؟ لما بيجي لي الثيروكسين زي ما انت عارف بيحصل قله ضربات القلب، ودي معلومه انت عارفها. لما خدنا نقص الثيروكسين في البالغين بيدينا ميكسوديما، دي واحده ست تخينه شعرها وقع في التينه بردانه تعبانه قلبها قيانه، فبيحصل قله ضربات القلب. طب مين في دول ضربات قلبه؟ هنا ضربات قلبه سريعه جدا، ودي ضربات القلب يعني ابطا سيكا، ودي ضربات القلب ابطاهم، ودي مش منتظمه مره سريعه ومره بطيئه. هو بيبطئ ضربات القلب لكن مش بيخليها مش منتظمه، فهو بيبطئ ضربات القلب، فالاختيار الصح هيبقى ب، ان ضربات القلب هتبقى بطيئه ولكنها منتظمه. هو مش بيبوظ بيخليهاش لا بيبطئها بس منتظمه عادي. يبقى دي اصرح، دي لما يزيد الثيروكسين نختار الرسمه دي يعتبر طبيعيه، هو بقى بيبطئها خلاها بطيئه، دي مش منتظمه مالناش دعوه بيها، يبقى الاجابه طبعا ب. مين طب بيزود ضربات القلب تاني غير الثيروكسين لما يزيد؟ الادرينالين. يعني الرسمه دي تنفع للادرينالين وتنفع لزياده الثيروكسين اللي هي الرسمه بتاعت زياده ضربات القلب. حاول من السؤال تطلع بكذا استفاده، يبقى ممكن الرسمه الاخيره دي تعبر عن الادرينالين او زياده الثيروكسين. اللي بعده، كما شخص باجراء تحليل تي اس اتش في الدم وظهرت نتيجه التحليل كما هو موضح. فاذا كان هذا الشخص، تعال نشوف التي اس اتش، لقينا التي اس اتش 10 ونص والطبيعي من نص ل5، ده النورمال الطبيعي، يعني عنده تي اس اتش عالي، الراجل ده عنده تي اس اتش عالي. واحد اول ما لقى التي اس اتش عالي قال لك يا دكتور يبقى النخاميه خربانه، ما ده بيجي من النخاميه، راح ضحك عليك وقال لك ايه؟ مع ان هذا الشخص لا يعاني من اي مشكله في النخاميه، يعني النخاميه سليمه. طب ليه التي اس اتش يا دكتور زاد؟ اكيد لان الدرقيه بايظه. لما النخاميه لقت الثيروكسين قليل فهي مش عارفه، فقعدت تبعت من عندها تي اس اتش. هل لان النخاميه زنانه ولا لان الدرقيه كسلانه؟ لان الدرقيه كسلانه مش شغاله، يبقى ده خلل في الدرقيه، نقص الثيروكسين هنا بسبب خلل الدرقيه. فهل دي حاله تضخم جحوظي؟ غلط. حاله ميكسوديما؟ ما هي نقص ثيروكسين، يبقى دي حاله ميكسوديما. زياده اليود في الغذاء؟ لا، ده ممكن نقص اليود ادى لنقص الثيروكسين مش زياده اليود. نقص الكالسيتونين ملوش علاقه بالموضوع، يبقى الاجابه ميكسوديما، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ ميكسوديما. اي الاشكال التاليه وضح العلاقه بين تركيز الثيروكسين والتي اس اتش في الدم لشخص يعاني من الميكسوديما؟ الميكسوديما طبعا ايه سببه؟ نقص الثيروكسين. تمام، نقص الثيروكسين. طب لما ينقص الثيروكسين النخاميه مش عارفه، فالنخاميه هتبدا ايه؟ تبعت رسائل كتير، تبعت تي اس اتش كتير، فنقص الثيروكسين يؤدي الى زياده التي اس اتش. يبقى ليه التي اس اتش زاد؟ لما الثيروكسين نقص. يبقى انا عايز الثيروكسين بيقل والتي اس اتش بيزيد. عايزين الثيروكسين بيقل، هل الثيروكسين بيزيد؟ غلط. هل الثيروكسين بيزيد؟ غلط. يبقى عايزين الثيروكسين بيقل والتي اس اتش بيزيد، يبقى الاختيار ب هو الصحيح، الثيروكسين بيقل والتي اس اتش بيزيد. خلاص، هل بيقلوا مع بعضهم؟ واصلا المفروض يعني لو هيقلوا مع بعضهم كان يجي التي اس اتش اللي بيقل الاول فترتب عليه، لكن هو برضه حتى رسمهم هنا مش دقيقه، فدي الرسمه الاصح ب، ان الفكره الثيروكسين قل فالنخاميه بدات تزود التي اس اتش، فالاختيار ب. السؤال اللي بعده، الجدول المقابل يبين نتيجه التحليل تم اجراؤه لاحد الاشخاص، ما الذي يمكن استنتاجه من خلال دراسه نتيجه التحليل؟ جالك التي اس اتش 10 ونص والطبيعي من 1 من 10 ل 5 من 10، يعني التي اس اتش عالي. الثيروكسين 500 والطبيعي من 50 ل 100، يعني الثيروكسين عالي. هي نخاميه، يبقى ده خلل في النخاميه. هنا التي اس اتش زاد فترتب عليه ان الثيروكسين يزيد، يعني الثيروكسين زاد لان التي اس اتش عالي، فدي مشكله في النخاميه. هي نخاميه عكس بعض، درقيه عالي وعالي، يبقى مشكله في النخاميه. هل خلل في الدرقيه؟ لا. هل زياده اليود في الغذاء؟ لا. هل خلل؟ هي دي خلل في افرازات الجزء الغدي من الغده النخاميه، النخاميه بايظه. هل النخاميه سليمه؟ لا، يبقى هي خلل في افرازات الجزء الغدي من الغده النخاميه. السؤال اللي بعديه 14، ادرس الجدول الذي يوضح نتائج فحوصات 3 اشخاص بالغين في نفس العمر.
اي الاشخاص قد يعاني من نقص الثيروكسين؟ الاولاني ضربات قلبه 55 وضغط دمه 80 ل 100. خلي بالك ضربات القلب الطبيعي 70 75 كده اهو، وضغط دمه الطبيعي من 80 ل 120 ده الى حد ما كويس. الوزن بتاعه 150 كيلو. ده تخين جدا، ده ممكن يبقى عنده ميكسوديما. دي واحده ست تخينه شعرها واقع في التينه، بردانه تعبانه قلبها وضربات قلبها قليله، ضربات القلب قليل وعندها وزنها عالي، فهي دي بتاعت الميكسوديما. الوزن 70 يعني لحد ما مش وحش، 90 لحد ما تخين بس مش قوي يعني، اصل الميكسوديما دي زياده في وزن الجسم لدرجه السمنه المفرطه. فبيقول لك مين بيعاني من نقص الثيروكسين؟ الاول طبعا، الاول هو اللي عنده نقص الثيروكسين، لان عنده سمنه مفرطه 150 كيلو، ده حاجه بسم الله ما شاء الله يعني، تخين جدا، فهي دي الميكسوديما. 70 و90 عاديين يعني، مش حكايه يعني انك تبقى 90 كيلو. طب 15 الرسم البياني التالي يوضح معدل اكسده الغذاء ووزن الجسم لدى بعض الاشخاص. اي الرموز التاليه تشير الى شخص يعاني من التهيج العصبي؟ تهيج عصبي، خلي بالك في الكلام ده. يعني ايه تهيج عصبي؟ يعني عنده شويه ترجعوزي، زياده ثيروكسين. ما احنا قلنا اللي بيعصب حاجتين، لما يزيد الثيروكسين او ينقص الباراسيرمون. نقص الباراسيرمون ينقص الكالسيوم في الدم فيعمل تشنجات عضليه مؤلمه وسرعه الانفعال والغضب والصور لاقل سبب. زياده الثيروكسين برضو تعصب. فقال لك الرسم البياني يوضح معدل اكسده الغذاء ووزن الجسم لدى بعض الاشخاص. اي رموز يعاني من تهيج عصبي؟ اذا الثيروكسين عالي. بما ان الثيروكسين عالي يبقى اكسده الغذاء عاليه، يبقى وزن الجسم منخفض. يبقى احنا عايزين اكسده الغذاء تبقى عاليه ووزن الجسم يبقى منخفض، ده اللي عايزينه. طب تعال نشوف دي الحاله الطبيعيه اللي هي باللون البينك، الحاله الطبيعيه. احنا عايزين الوزن يقل، لان هنا لما بيزيد الاكسده بيزيد الحرق فالوزن يقل، فالوزن يقل يبقى سي. عايزين الاكسده تزيد، فالاكسده تزيد هتبقى ايه ولا اف؟ اف طبعا، ده الطبيعي، فاف زادت الاكسده، ده الطبيعي. سي الوزن نقص، يبقى عايزين الوزن يخس يبقى سي، والاكسده تزيد يبقى اف، يبقى الاجابه هتبقى سي واف. مش صح كده؟ سي واف يبقى سي واف. فهمتوا الفكره؟ تمام. زياده في الاكسده ونقص في وزن الجسم، يبقى الوزن ينقص سي والاكسده تزيد اف. ادرس الرسم التخطيطي المقابل ثم اعجب. غده س طلعت هرمون ياثر على عضلات القلب وهرمون يحافظ على العظام. مين الهرمون اللي بيحبوا العظم؟ خلاص عرفتوه، كالسيتونين، ده صديق العظام. وهرمون يؤثر على عضلات القلب الثيروكسين، عشان لما بيزيد بتزيد ولما بيقل بتقل، يبقى دي الغده الدرقيه. تعالوا نشوف ما الذي يميز خلايا الغده س. هل هي خلايا عصبيه مفرزه؟ غلط. حويصليه تفرز في قنوات خاصه؟ لا. هل الهرمون بيمشي في قناه؟ لا، الهرمون بيمشي في الدم. عصبيه؟ لا طبعا. حويصليه تفرز في الدم مباشره، ما دي الغده الدرقيه ودي غده حويصليه. طيب 17 اي الرسوم البيانيه التاليه تعبر عن العلاقه بين تركيز التي اس اتش وتركيز الكالسيتونين في الدم؟ ملوش علاقه، كل ما التي اس اتش يزيد الكالسيتونين ثابت. الكالسيتونين افرازه بيعتمد على الكالسيوم في الدم، التي اس اتش بيأثر على الثيروكسين وليس الكالسيتونين. الغدد الجيران الدرقيه. ما العامل المشترك الذي يؤثر على افرازات هرمونات كل من الجيرات الدرقيه والدرقيه؟ الكالسيوم. لو الكالسيوم زاد يطلع كالسيتونين عشان يوطيه، لو الكالسيوم يوطي يطلع باراسيرمون عشان يعليه. فالعامل المشترك هو الكالسيوم في الدم، لان العامل المشترك لافراز الدرقيه والجيران الدرقيه مستوى الكالسيوم فين؟ في الدم. طيب الرسم المقابل يوضح تركيز ايونات الكالسيوم في الدم تحت تاثير الهرمونات. ما التركيز الذي يبدا عنده هرمون الباراسيرمون في تنظيم الكالسيوم بالدم؟ امتى بيشتغل الباراسيرمون؟ بص والله لما الكالسيوم يعلى، يعني يوصل ل 14 يطلع الكالسيتونين، فالكالسيتونين بيطلع عند لما يوصل ل 14. طب لما يقل يوصل ل 6 يطلع الباراسيرمون، فهنا الباراسيرمون هيتفرز والتركيز كام؟ والتركيز 6، فهنا طبعا الاجابه هتبقى 6. يبقى متى يفرز الباراسيرمون؟ لما ينقص الكالسيوم في الدم. نقص هنا عند 6 طلع الباراسيرمون على الطبيعي، يبقى الاجابه طبعا عند 6 زي ما انا اخترتها. السؤال اللي بعديه 20 من خلال دراستك للمخطط المقابل اي العبارات التاليه تصف تاثير الهرمون واي على الجسم؟ تعال نشوف. انخفاض مستوى الكالسيوم فراح طلع الباراسيرمون، دي جرات الدرقيه باراسيرمون اللي هو الغده اكس دي خليها جرات الدرقيه يا راجل، جرات الدرقيه خلاها تطلع باراسيرمون. الباراسيرمون راح للعظام هيسحب الكالسيوم من العظام، راح للامعاء قال لها الكالسيوم هاتيه، راح للكرياتين قال لها الكالسيوم رجعيه، ده عايز يزود الكالسيوم في الدم فراح للعظام خدوا منها سحبوا من العظام، راح للامعاء قال لها الكالسيوم هاتيه، راح للكرياتين قال لها الكالسيوم رجعيه. تعال نشوف هل ترسيب الكالسيوم في العظام؟ لا غلط. هل يحفز امتصاص الكالسيوم من الامعاء؟ صح.
هل التخلص من الكالسيوم؟ لا، ده هيقول لك الكالسيوم رجع ايه. هل زياده اسموزيه البول ملوش علاقه بالموضوع ده؟ يبقى هو تحفيز امتصاص الكالسيوم من الامعاء. يبقى الاجابه طبعا هتبقى ب. الهرمون الذي يؤثر على نقل السيال من 1 ل 2. نقل السيال يبقى كالسيوم، اللي بينقل في الشج من 1 ل 2 في الشج يعني الكالسيوم. وطالما الكالسيوم يبقى كالسيوم وباراسرمون. مين في الاختيارات عندك؟ الباراسرمون. يبقى الاجابه هتبقى باراسرمون. الاجابه هتبقى باراسرمون. في الشكل المقابل، اي الهرمونات التاليه قد يؤدي نقصه لحدوث قطع في التركيب س. س ده وتر. قال لك مين الايون الهرمون اللي نقص يتقطع الوتر؟ امتى بيحصل شد عضلي هنا؟ لما ينقص الباراسرمون. هينقص الكالسيوم في الدم فيعمل تي تاني، تشنجات عضليه مؤلمه. فالشد العضلي ده تشد العضله قفشت فممكن تقطع الوتر. ما اللي يقطع الوتر ايه؟ كلمتين: تقلص العضله بشكل مفاجئ، انعدام تقلص يعني العضله قفشت يعني شد عضلي، او انعدام المرونه في العضله، او بذل مجهود عنيف. فاللي هنا نقص الباراسرمون ادى الى نقص الكالسيوم في الدم، ادى الى شد عضلي قاطع الوتر. اي الاعراض التاليه يمكن ان تكون من مضاعفات عمليه استئصال الجزء المتضخم من الغده الدرقيه لمريض تضخم جحوظي؟ عمل استئصال يعني. هل زياده نبض القلب؟ ده بالعكس، ده انا لما هشيل الثيروكسين زياده نبض القلب يرجع طبيعي او يقل، هنشوف دلوقتي. تعدد التبول؟ لا، ما انا ما جيتش عند الاي دي اتش، يعني ما نقصتش الاي دي اتش عشان يعمل بيبي كتير. التعرض لتشنجات عضليه ممكن، وهو بيشيل الدرقيه غلط وشال جيران الدرقيه فالباراسرمون نقص، فنقص الكالسيوم في الدم فعمل تيتاني، تشنجات عضليه مؤلمه. التعرق الشديد؟ لا، ده انا بنقص الثيروكسين فبعالج العرج اللي عنده. فالاجابه هتبقى رقم ج. 24. من خلال دراستك للمخطط المقابل، تعالوا نشوف المخطط المقابل. ده هرمون من الغده النخاميه رايح للحته الصفراء، يبقى ده الاي سي تي اتش. راح للحته الصفراء اللي هي الجشه، يعني خلاها تفرز اللي هو ده، اللي هو الهرمونات السكريه. يا دكتور عرفت منين السكريه؟ لان قال لك ادت الى زياده السكر في الدم، هي السكريه. طب وفي تنبيه رايح للنخاع خلاه يفرز الهرمون بي اللي هو الادرينالين ونور ادرينالين، برضو دول بيزودوا السكر في الايه؟ في الدم بالمنظر ده. خلاص يبقى طبعا هنا كان الهرمون ايه؟ فين الهرمون ايه؟ اللي هو ممكن يبقى الاس تي اتش، يعني ما فيش غيره الاس تي اتش. راح للجشره خلاها تطلع الهرمون سي اللي هو الهرمونات السكريه، كورتيزون وكورتيكوسترون، وبنكتبه مع كورتيزون وكورتيكوسترون. ما احنا قلنا السكريه بتنظم ايضا الكربوهيدرات، كاف كورتيزون وكورتيكوسترون. يبقى ايه؟ اس تي اتش. بي يا دكتور هتبقى ادرينالين وسي كورتيزون. يبقى الاجابه الف مختارها نفسها. يبقى اي سي تي اتش، بي ادرينالين، وسي هتبقى كورتيزون وكورتيكوستيرون. طيب، اي الاشكال التاليه يعبر بشكل صحيح عن آلية عمل الالدوسترون؟ الالدوسترون بيروح للكليه يقول لها الصوديوم هاتي والبوتاسيوم في البيبي نزلين، فياخد الصوديوم ويرمي البوتاسيوم. ده النفرون هياخد منه الصوديوم ويرمي البوتاسيوم، يبقى دال. هيقول لها الصوديوم هاتي، بوتاسيوم في البيبي نزلين، يبقى الاجابه هتبقى دال. اذا علمت ان هرمون اي ان اف هو هرمون يفرز من الاذين الايمن للقلب في حاله ارتفاع ضغط الدم ليحفز الكليه على التخلص من ايونات الصوديوم الزايده. بيقول الكليه ارمي الصوديوم في البول، نزليه في البيبي، عايزين نوطي الضغط. ما الهرمون اللي ضده؟ الالدوسترون بيروح يقول للكليه ايه؟ الصوديوم هاتيه. ده بيقول لها الصوديوم نزليه في البيبي، يعني الهرمون ده بيقول لها الصوديوم نزليه في البيبي. مين اللي عكسه؟ الالدوسترون بيقول لها الصوديوم هاتيه في الالدوسترون. اي الهرمونات التاليه لا يوجد لديها مستقبلات في خلايا الغده النخاميه؟ الثيروكسين ليه مستقبلات، بدليل انه بيرجع لها ويقول لها ما تطلعيش تي اس اتش، فده ليه مستقبلات. الكورتيزون ليه مستقبلات، بدليل انه بيرجع لها ويقول لها بلاش اي سي تي اتش، انا موجود خلاص، فليه مستقبلات. البروجسترون ليه مستقبلات، بيرجع لها ويقول لها ما تبعتيش اف اس اتش ولا ال اتش، بيرجع يقول لها خلاص انا موجود بلاش ال اتش. الاس تي اتش هو ده اللي ملهوش. الاس تي اتش ده بيشتغل على مكان واحد بس، على قشره الغده القذريه بس. ده هرمونات اكثر تخصصا، المنبه للدرقيه والمنبه للقشره دول اكثر تخصصا. ادرس الجدول الذي امامك الذي يوضح نتيجه التحليل لقياس تركيز هرمون الاس تي اتش وهرمون الالدوسترون. ما الذي يمكن استنتاجه؟ لو ركزت الاس تي اتش 10 ونص الطبيعي من نص ل 2 ونص فعالي. الالدوسترون 25 طبيعي عالي. يبقى هنا مشكله في مين؟ خلل في النخاميه، هي نخاميه عكس بعض درقيه. هنا الالدوسترون زاد لان الاي سي تي اتش كان عالي، فيقول لك خلل في النخاميه والجشر، لا الجشر سليمه، خلل في النخاميه بس.
الغده النخاميه تعمل طبيعي. طبيعي مين يا ابني؟ النخاميه خربانه. كده الغدتين سلام. لا يا حبيبي. استجابه هي دي استجابه الجشه للنشاط النخاميه الزايد. هنا زياده الاي سي اتش ادى الى ان الجشه تفرز الدوسترون اكتر. يبقى الاجابه هتبقى رقم د. 29. الاس اتش 10 الطبيعي من نص ل 2.5. الاس اتش عالي. هنشوف. كما شخص بإجراء تحليل الاس اتش في الدم وظهرت نتيجة تحليل كما وضح، ثم خضع لإجراء أشعة مقطعية على المخ فظهرت النتيجة طبيعية. عايز أقول لك إن النخامية ما فيهاش ورم، عايز أقول لك إن النخامية سليمة. عملوا الأشعة مقطعية طلعت النخامية زي الفل، مفيش أي ورم. يعني طب ليه النخامية بتزود؟ أكيد الجشة بايظة. فلأن الجشة إفرازاتها قليلة، الجشة بايظة، في خلل في الجشة، فالاس اتش زاد. ما زادش لأن النخامية زنانة، زاد لأن الجشة كسلانة. يبقى المشكلة في الجشة. هل يعاني من كسور في نخاع؟ غلط، في الجشره. هل يعاني من تورم؟ غلط، دي التورم يعني زياده افراز. لو الجشه وارمه بتفرز كتير كانت النخاميه قللت مش زودت. لو الجشه وارمه فالافراز زايد فكانت هرمونات الجشه هتروح للنخاميه كلها ما تطلعيش. هنا في مشكله في الجشه انها بايظه. هل فرط نشاط النخاميه؟ لا، النخاميه مالهاش دعوه، النخاميه سليمه. عملنا اشعه مقطعيه طلعت سليمه. هي دي قصور في جشه الغده الكظريه، افرازها مقصر، مطلع افراز قليل. يبقى المشكله في الجشه فيها قصور. اللي بعده. اي الهرمونات التاليه يؤدي زياده افرازه الى انخفاض كميه البوتاسيوم في الوعاء الدموي. صاد ده مين يا دكتور؟ ده الوريد. وسين ده الشريان بالمنظر ده. لقوا ان انخفاض كميه البوتاسيوم في صاد عن الوعاء الدموي سين دخل بوتاسيوم كتير، في سين اللي دخل للكليه. ولقوا ان في صاد اللي هو الوريد البوتاسيوم جل. ده معناه ايه؟ ان الالدوسترون راح للكليه كان لها الصوديوم هاتيه والبوتاسيوم نزل في البيبي، فعشان كده البوتاسيوم اللي طلع كان قليل. يعني مثلا هنا دخل مثلا في ارقام افتراضيه 100 بوتاسيوم، مشي وراهم الالدوسترون، دخل معاهم الالدوسترون مشروعين يودي، فراح للكليه قال لها بصي الصوديوم هاتيه والبوتاسيوم نزليه في البيبي، فراحوا طلعوا 20. ليه قال له خالص؟ عشان الالدوسترون. يبقى مين السبب؟ هو الالدوستيرون. فهمتوا الفكره يا متعلمين؟ يبقى س ده الشريان وصاد ده الوريد. ليه جل في الوريد؟ بسبب الالدوسترون. تمام يا دكتور. تمام. اذا علمت ان هرمون الكورتيزون يحفز تحويل الاحماض الامينيه الى جلوكوز، الدكتور صمويل جايلها لك، بيعمل تكوين جلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتيه. فأي من الأشكال التالية يعبر عن تأثير إفراز الكورتيزون على نشاط هرمون النمو. الكورتيزون بيحول الأحماض الأمينية لجلوكوز، فبيقلل الأحماض الأمينية. طالما هيقلل الأحماض الأمينية يبقى هيقلل نشاط الجي اتش اللي هو الجروث هرمون، يبقى هيقلل نشاطه. يبقى العلاقة تبقى كل ما الكورتيزون يزيد كل ما الهرمون النموي يقل تأثيره، لأن أنا قلت لك إن الأطفال بياخدوا كورتيزونات كتير ده بيؤثر على معدل نموهم. فهمتوا الفكرة؟ سؤال 32. الشكل التالي يوضح تأثير أحد الهرمونات على نفرونات الكلية. ادرس وجدين ثم أجب. أي العبارات التالية صحيحة. بص كده، ده تركيز الأيون، وده كان في بداية النفرون ودي في نهاية النفرون. يعني اللي باللون الأزرق ده بداية النفرون، واللي باللون الغريب ده الأحمر اعتبروه بينك دي نهاية النفرون. خلاص. الهرمون الأزرق اللي هي البداية. إيه ده البداية، دي بداية النفرون ودي نهاية النفرون. ده الأيون سين. الايون سين كان في البدايه عالي وجل، ده ممكن يبقى البوتاسيوم، لان هو الالدوسترون راح وجل لها ايه؟ الصوديوم هاتيه، البوتاسيوم ارميه في البيبي. فمعنى كده جالك في بدايه النفرون كان عالي، في نهايه النفرون كان قليل. لا انا اسف، انا كده غلطت، خلصت. دي في البدايه كان عالي، في النهايه كان قليل. ده معناه ايه؟ ان الالدوسترون خده ورجعه للدم، عشان كده في اخر النفرون كان قليل. يبقى ده ممكن يكون الصوديوم. ليه الصوديوم كان في بدايه النفرون عالي في بدايه النفرون، في نهايه النفرون واطي؟ ده معناه ايه؟ ان الالدوسترون خده، راح الالدوسترون وراح خده قبل ما ننزله في البول. يبقى هو كان عالي جدا في بدايه النفرون، راح بسرعه على الالدوسترون قال لها الصوديوم هاتيه وراح سحبه، عشان كده قال لي في نهايه النفرون. الايون الثاني بقى كان في بدايه النفرون واطي، في نهايه النفرون بقى ده البوتاسيوم، راح جري وراها وقال لها الصوديوم هاتي والبوتاسيوم نزليه في البيبي، فلاقيه في نهايه النفرون عالي. يبقى في نهايه النفرون هلاقي ان الصوديوم قليل والبوتاسيوم عالي في نهايه النفرون. ركز مع النهايه بقى. يبقى انا عايز الصوديوم قل والبوتاسيوم زاد، يبقى اللي انا بقوله لك ده. يبقى الهرمون هو الالدوسترون، ده بتاع الايونات يعني. الهرمون هو الالدوسترون، وسين بتعبر عن صوديوم وصاد بوتاسيوم، يبقى سين بتعبر عن صوديوم وصاد بوتاسيوم، يبقى الاجابه هتبقى دال. يبقى س صوديوم لان حصل ان فاهمين الفكره؟ بس كده. احنا في نهايه النفرون الصوديوم جال، نهايه النفرون ده خلاص اللي نازل للبول،
فنازل في البول بوتاسيوم كتير وصوديوم قليل، فالصوديوم فعلا جال والبوتاسيوم زاد، يبقى هي الاجابه س هتبقى صوديوم وصاد هتبقى بوتاسيوم. سؤال جميل، يبقى الاجابه هتبقى د. اي الغدد التاليه تفرز هرمونات تختلف عن بعضها في التركيب الكيميائي؟ الدرقيه بتفرز ثيروكسين وكالسيتونين. هتقول لي دكتور طب ما الكالسيتونين بروتين والثيروكسين احماض امينيه يا دكتور، ما تنفع يا دكتور بس بص، ما هي الفكره ان انا قلت لك ان الثيروكسين بيصنف في اولى ثانوي كبروتين مرتبط باليود، فيعني بص يعني اختارها اخر اختيار، يعني انت الجا لها اخر اختيار، سيبها دلوقتي سيب دي. الغده الكظريه هي دي، لان الغده الكظريه زي ما انت عارف ان القشره بتاعتها كانت بتفرز استرويدات وكان لونها حتى اصفر القشره، لكن النخاع بتاع الغده الكظريه كان بيفرز الاحماض امينيه اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين احماض امينيه، فدي احسن اجابه. ليه تروح للغده الدرقيه وفيها حيره وحكاوي كتيره؟ فكك من الغده الدرقيه، خليه. طب البنكرياس ده بيفرز انسولين وده بروتين، جلوكاجون وده بروتين، اغلب الهرمونات اصلا بروتينات. النخاميه كل هرموناتها بروتينات، فالوحيده اللي هي ادق اجابه الغده الكظريه. خلاص دي ادق اجابه، روح لدي. بعدين لو ما لقيتناش دي كنت هختار الغده الدرقيه، لو ما لقيتش دي انا قلت لك خليك فاهمني. خلاص والله ما هقول لك تاني، انت ما بتسمعش الكلام. 34 من خلال دراستك للشكل المقابل اي الاوعيه الدمويه يمر خلالها ناتج تاثير هرمون الجلوكاجون؟ اولا ايه ناتج تاثير هرمون الجلوكاجون؟ الجلوكاجون بيحول الجلايكوجين المخزن في الكبد الى جلوكوز. طب الجلوكوز هيدخل في الشريان ولا هيطلع في الوريد؟ شريان يودي وريد يرجع، فالوريد اللي طالع من الكبد، مين الوريد اللي طالع من الكبد؟ هو س، فهنا الجلوكوز هيطلع لبره. طبعا ده اللي باللون الاحمر ده ممكن يكون شريان، يعني اللي انا شايفه ان هو شريان. العين ده ممكن يكون الوريد اللي داخل الكبد من بابه اسمه باب كبدي، مش مهم يعني. ولام دي ممكن تكون القناه الصفراويه اللي بيفرز فيها الصفرة. فبص هو مبدئيا الجلوكوز هيطلع في الوريد، الوريد ده بيقول لك انا ازرق خد تعالى خدني، ده وريد كبدي، هو الوريد. ما احنا قلنا شريان يودي وريد يرجع، فاللي طالع من الكبد في الوريد، فهنا الجلوكوز هيطلع في الوريد اللي هو مين؟ الوريد اللي هو س. تمام. مش مهم تعرف ان الاحمر ده شريان رايح للكبد، وان اللي باللون التاني ده وريد برضه، بس وريد بابي كبد اللي بيدخل الكبد من بابه اللي هو عين ده. ولام ده القناه الصفراويه اللي بيمشي فيها الصفرة. المهم يعني خلاص احنا قلنا. طيب اذا علمت ان متلازمه اديسون هي تضرر الجزء الخارجي من الغده الكظريه، اي النتائج التاليه تترتب على ذلك؟ جالك بتضرر الجزء الخارجي من الغده الكظريه، يعني بتضرر الجسم، يعني المشكله كلها في الجسم، يعني المشكله في الهرمونات، سكريه معدنيه وكمان جنسيه. طب تعالوا نشوف دي المشكله فيهم. هل تضخم عظام الفكين؟ لا، دي بتحصل لما يحصل زياده هرمون النمو في البالغين، يحصل اكروميجالي. هل هشاشته في العظام؟ لا، دي بتحصل لما يزيد البارس هرمون بتاع الجرات الدرقيه، فيزيد الكالسيوم في الدم، نتيجه سحبه من العظام فتصبح العظام هشه وسله الكالسيوم. وطبعا قلنا لما بيزيد الكالسيوم كمان في الدم بيتجمع ويعمل حصوات كلويه، قلنا اللي بيعمل حصوات كلويه زياده البارس هرمون او نقص الكالسيتونين. ربط. تضخم الجزء الامامي من الرقبه؟ لا، دي بتحصل لما يحصل جويتر عوزي، لما يحصل او يحصل تضخم في او يحصل نقص او زياده الثيروكسين. يعني التضخم ده ممكن يبقى بسيط وممكن يبقى شعوذي. ده تضخم الجزء الامامي من الرقبه ده بيحصل زي ما بقول لك كده اهو في حاله مشكله الثيروكسين، يعني تبع الغده الدرقيه، ملهاش دعوه بموضوعنا. عدم انتظام لان اي مشكله في الهرمونات الجنسيه بتاع الجشره بتعمل ظهور صفات وعوارض ذكور في الناس البالغين، ظهور صفات وعوارض الانوثه في ذكور البالغين، وتبقى الدنيا باظت خالص لو حصل تورم في الجشره، بيحصل ضمور في الغدد الجنسيه. فعدم انتظام الدوره الشهريه شغاله لان بتحصل لخبطيطه يعني. 36 اي الهرمونات التاليه يؤثر على جميع انواع عضلات في الجسم؟ ايه انواع العضلات؟ 3: قلبيه، هيكليه، ملساء. مين اللي بيأثر على كل انواع العضلات دي؟ الادرينالين، بيزود قوه وسرعه انقباض القلب فبيأثر على العضلات القلبيه. بيودي دم كتير للعضلات، قلنا تمارين ادرينالين، قلنا كل هذه التغيرات بتساعد العضلات الهيكليه في الانقباضات في الحصول على الطاقات، لازم الانقباضات والانبساطات، فاهمين؟ مع زياده استهلاك الاكسجين، ويظهر ذلك اثناء التمارين، فدي عضلات هيكليه. كمان بيرفع ضغط الدم لانه بيعمل انقباض للعضلات اللي في الاوعيه الدمويه اللي هي العضلات الملساء، فهو اثر على كل انواع العضلات. اللي ديتش عضلات ملساء بس. الجلوكوجون ما بيأثرش على اي عضلات، ده بيحول الجليكوجين لجلوكوز. الاكسوسين عضلات ملساء، ده بيأثر على الرحم، على عضلات الرحم، جدار الرحم وليس بطانه الرحم، ده بيأثر على عضلات الرحم، بيأثر على جدار الرحم، ملوش دعوه ببطانه الرحم.
خلاص بيأثر على جدار الرحم اللي هو عضلي، الجدار بيبقى عضلي لكن البطانه بتبقى طلائي. 37 من خلال دراستك للشكل المقابل اي هرمون التاليه يفرز تحت تاثير الماده س. مين س؟ اسيتايل كولين. فيعني عايز اقول لك تنبيه عصبي، تنبيه عصبي. مين الهرمونات اللي بتتفرز تحت تنبيه عصبي؟ تعالوا نشوف. كورتيزون لا ده تحت تنبيه هرموني. ادرينالين ينفع ادرينالين واي دي اتش، دول بيتفرزوا تحت تاثير عصبي. الادرينالين اول ما تخاف وتقلق وتتوتر السسبنس كله يبدا جهاز السمبثاوي بتاع السسبنس يدي اشاره للنخاع، اشاره عصبيه زي دي باسيتايلكولين للنخاع الكظريه يقول لها هطلع ادرينالين. برضه الاي دي اتش بيتفرز بتاثير عصبي ان لما يحصل ان الاسموزيه بتاع الدم مثلا تقل، الاسموزيه بتاع الدم تزيد يبقى الدم مالح يعني عايزين ميه نطلع فوق ونروح طالبين اي دي اتش، فده برضه ينفع. لكن الثايروكسين لا بتنبيه هرموني، الثايروكسين لا بتنبيه هرموني، فاحسن اجابه طبعا هو الادرينالين والاي دي اتش. 38 ادرس الرسم المقابل ثم حدد اي العبارات التاليه صحيحه عن الهرمونين س وص. تعال نشوف س وص. ده طالع من الجشره من الغده الكظريه رايح للكليه، ده الالدوستيرون. ده طالع من الغده النخاميه رايح على طول، ده الاي دي اتش بيأثر، دول اللي بيأثروا بشكل مباشر على الكليه، ده الاي دي اتش. ايه الدم دي يا راجل؟ يعني احنا مش عارفين ان الدم هي ماشي. الهرمون س اللي هو الاي دي اتش دهني غلط، ده هرمون بروتين. الهرمون س الاي دي اتش يزيد من ضغط الدم صح، بينما الهرمون ص يقلل، لا الاثنين بيعلوا الضغط، فدي برضو غلط. كلا الهرمونين يؤثرون على تركيز البول، يعني الاي دي اتش اهم. طب تعال نشوف الاخير يعني مش يعني اصل بص الالدوستيرون مش جاوب، بس تعال نشوف برضو. كلا الهرمونين يقللون من تركيز ايونات الصوديوم في البول، غلط. ده بالعكس، ده الاي دي اتش بيرجع ميه، فلما يرجع ميه تركيز البول بيبقى مالح، فدي تبقى غلط. فاحسن اجابه ان كلا الهرمونين يؤثرون على تركيز البول صح، لان الاي دي اتش بيرجع ميه، دي احسن واحده تمشي يعني. الاي دي اتش بيرجع ميه والبتاع ده الالدوستيرون بيرجع صوديوم، والصوديوم بيشد في ديره ميه، فاحسن اجابه كلا الهرمونين يؤثرون على تركيز البول. لكن الف غلط، ب غلط، ودال مش صحيحه. اللي بعدي اي الهرمونات التاليه لا يزداد تركيزها في الدم خلال فتره الصيام؟ صايم وعطشان اي دي اتش، صايم وجعان جلوكاجون. طبعا مين اللي مش هيزيد في فتره الثايروكسين مثلا؟ ده مش هيزيد. ما سيادتك بيقول لك ان الثايروكسين بيحفز الحرق وبيحفز امتصاص السكريات الاحاديه، انا صايم مفيش سكريات احاديه، ليه هيطلع الثايروكسين؟ يعني مفيش اصلا. الجلوكاجون طبعا هيطلع لان صايم وجعان جلوكاجون، صايم وعطشان اي دي اتش هيزيد، ولو انا صمت كتير وخلاص هيطلع الادرينالين، لان دي حاله طوارئ، حاله جسمي بينهار فيطلع الادرينالين، لكن الثايروكسين لا. طيب من خلال دراستك للمخطط المقابل ما تأثير س؟ ثايروكسين، جلوكاجون، ادرينالين. تعال نشوف تأثير س. هل نقص وزن الجسم؟ اللي بينقص وزن الجسم بس هو الثايروكسين، الجلوكاجون ملوش علاقه بوزن الجسم، غلط. زياده تركيز الجلوكوز في الدم، الثايروكسين بيحفز امتصاص السكريات الوحيديه بيزود السكر، الجلوكاجون بيحول جلايكوجين لجلوكوز بيزود السكر، الادرينالين بيزود السكر صح، كلهم بيزودوا السكر صح. زياده معدل ضربات القلب، الجلوكاجون ملوش علاقه، الثايروكسين يعملها والادرينالين يعملها. زياده معدل التنفس دي بتاعه الادرينالين بس، هو اللي بيزود معدل التنفس، يبقى الوحيده اللي صح هي تبقى رقم ب، هي المشترك بينهم كلهم. طيب اي رسومات تاليه لا تعبر عن الاستجابه الحديثه في الجسم بعد تناول وجبه غنيه بالكربوهيدرات؟ كلت زربيح كربوهيدرات، فبيقول لك اي رسومات البيانات التاليه لا تعبر عن الاستجابه الحادثه. هل عند تناول الوجبه هيزيد الانسولين؟ صح هيزيد الانسولين. هل عند تناول الوجبه مستوى السكر في الدم هيزيد وبعدين يقل؟ ماشي صح. هل عند تناول الوجبه تركيز الثايروكسين هيزيد؟ عشان يحفز امتصاص السكريات الاحاديه. هل عند تناول الوجبه يطلع الجلوكاجون؟ غلط، الجلوكاجون صايم وجعان، لكن انت واكل دلوقتي يا بيه ما يطلعش الجلوكاجون خالص، فدي غلط لان الجلوكاجون صايم وجعان. طيب يا دكتور ماذا يمثل س وص وما تاثير هذه العمليه على الخليه عين؟ ده مستقبل هرمون، ده س مسك هنا دخل ده، يبقى ده الانسولين، بيقول للخليه الجلوكوز عديه واحرجيه، يبقى ده الجلوكوز بيقول لها عديه وايه واحرجيه. فسين الانسولين، انا اسف سين الجلوكوز، سين الجلوكوز سكر احادي، يعني جلوكوز مثلا سكر احادي عدا الفركتوز لو انت فاكر. هل سين الجلوكوز ينفع؟ هل سين فركتوز؟ لا، الفركتوز بيعدي لوحده مش محتاج الانسولين يعديه. هل جلوكوز ينفع؟ كالسيوم لا. طب الهرمون انسولين انسولين كده الف وجيم لغايه دلوقتي ماشيين مع بعض. التاثير بنائي في خلايا الكليه
ولا بناء وهدم في الكبد؟ لان في الكبد بيحول الجلوكوز لجلايكوجين وبيقول لها احرجيه وطلع الطاقه مني، يبقى جلوكوز انسولين وهدم وبناء في الكبد. طبعا بناء في الكليه هيبني في الكليه، هو طبعا بيبني في الكبد، بيحول الجلوكوز لجلايكوجين خلاص، او يعمل دهون على الكبده بلازاليز دهون يعني بيحولها ساعات لمواد دهنيه. الاجابه هتبقى جيم. اي الاشكال التاليه تمثل حاله شخص يعمل البنكرياس لديه بشكل طبيعي؟ عدلوا دي، هم عدلوها، نزلوا تعديل على الصفحه كان كده اهو، ده التعديل بتاع دال، خلاص هم عدلوها عملوا عليها تعديل يعني. فبيقول لك اي الاشكال تمثل حاله شخص يعمل البنكرياس لديه بشكل طبيعي؟ هل بعد ما تاكل وجبه السكر يقل؟ غلط. هل بعد ما تاكل وجبه السكر يزيد ويروح يقل خالص؟ لا، يقل للطبيعي، هيزيد فيطلع الانسولين يوطيه للطبيعي مش لتحت خالص، فدي برضو غلط. هل لما ناكل وجبه السكر يزيد وبعدين يروح يوطيه كده اهو؟ لا، يقلل للطبيعي، فدي برضو غلط. فالاجابه الصح هتبقى د، ان هو ادي الجلوكوز كلت الوجبه عالي وبعدين الانسولين هيوطيه للطبيعي، فالاجابه هتبقى رقم د، دي ادق اجابه لان هو شغال زي الفل كده. طيب 44. ما الذي يؤثر على افراز هرمونين A و B؟ غده طلعت هرمونين يشتغلوا على الكبد، البنكرياس مفيش غيره اللي بيطلع هرمونين يشتغلوا على الكبد، البنكرياس بيطلع انسولين وجلوكاجون والاثنين بيشتغلوا على الكبد. جلوكاجون، انت عارف ان الانسولين بيحول الجلوكوز لجلايكوجين، الجلوكاجون العكس. فبيقول لك ايه اللي بيأثر على افرازهم؟ نسبه السكر في الدم، هم بيتفرزوا على حسب نسبه الجلوكوز في الدم. والله لو السكر عالي يطلع الانسولين يقول لك مالكش فيه السكر عالي وانا واطيه، طب لو السكر وطي يطلع الجلوكاجون يعليه. فهو طبعا الاجابه نسبه السكر في الدم. 45. شكل التخطيطي يمثل احد اعضاء جسم الانسان، اي من الاشكال البيانيه يمثل تاثير الهرمونين ا و ب على تركيز الماده الموجوده بالدم. دي غده مختلطه عندها افرازات قنويه وهرمونات، دي مختلطه، المختلطه عندك احتمالين، لا اما خصيه لا اما بنكرياس وفقا لمنهجنا. طبعا اللي فيها نوعين من الخلايا بتفرز هرمونات يبقى ده البنكرياس، دي افرازات قنويه، فدي كده اذا خلايا ويصليه في البنكرياس اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هي قنيات العصاره البنكرياسيه. خلاص. طب دي بيتا عددها كتير وبتفرز انسولين، الفا عددها قليل وبتفرز جلوكاجون، فده ايه تركيز الماده؟ ده الجلوكوز، تركيز الجلوكوز. خلاص، ده انسولين لان بيتا عددها كبير، ده جلوكاجون لان الفا عددها قليل. تعال نحل بقى. كل ما تركيز الانسولين جالك تاثير الهرمون ا اللي هو الانسولين بالازرق، كل ما الانسولين يزيد تركيز السكر يقل، صح. كل ما الجلوكاجون اللي هو الاحمر المنقط ده اللي هو به الجلوكاجون، كل ما الجلوكاجون يزيد السكر يزيد، صح. فالعلاقه الف صح، مش هنكمل. يبقى الانسولين السكر بيوطيه، الجلوكاجون بيعليه، يبقى الجلوكاجون بيعليه لكن الانسولين بيوطيه، يبقى الاجابه هتبقى رقم الف. ادرس المخطط المقابل الذي يمثل ثلاث هرمونات س وص وعين على اجزاء مختلفه في جسم الانسان، ثم حدد ما الغدد التي تفرز هرمونين س وص على الترتيب. مين اللي بيأثر على معدل التنفس؟ ما خدناش غيره، الادرينالين، هو بتاع التنفس ادرينالين، وده بيتفرز من الغده الكظريه. مين اللي بيأثر على حراره الجسم شعل لها شعل للدرقيه؟ الثيروكسين، ثيروكسين الدرقيه شعل لها شعل ولا حوالي. طب مين اللي بيأثر على وظائف الكبد؟ البنكرياس، بيطلع انسولين جلوكاجون على الكبد، وبيأثر على وزن الجسم، الهرمون الوحيد اللي بيعمل لافزاليز هو الانسولين، وانتاج الطاقه ده فعلا البنكرياس. فبيسألني ما الغده اللي بتفرز الهرمونين س وص على الترتيب؟ س كظريه، ص درقيه، يبقى كظريه ودرقيه. خلاص، ركز بص عكسهم هنا غلط، هو عايز س الاول، فس كظريه وصاد درقيه، فركز في الترتيب، ركز يعني في الحاجات دي. طيب 47. شكل مقابل يوضح دور الهرمونين يفرزان من نفس الغده، ادرسه ثم اجب. اي مما يلي يعتبر التاثير الصحيح للهرمونات؟ الهرمونين بيتفرزوا من نفس الغده وشغالين الاثنين على الكبد، خلاص تعرفوا يعني. اللي بياخد السكر من الدم ويدخل يعني ده الجلوكوز في الدم هيحوله جوه الكبد لجلايكوجين، جلوكوز ده انسولين. بعد شويه الجلايكوجين هيحوله للجلوكوز، ده كده جلوكاجون اللي يحول الجلايكوجين لجلوكوز. بعدين الجلوكوز هيدخله جوه الخليه، ده الانسولين، بيقول الخليه ايه؟ السكر عديه واحرجيه، ده الانسولين بالمنظر ده. فيقول الهرمون قال لك نقصه في المرحله 1 نقص الانسولين، هل يصاحبه انخفاض الجلايكوجين في الكبد؟ لان هو اللي بيبني الجلايكوجين، فنقصه هيؤدي الى نقص الجلايكوجين، دي صح. زيادته في المرحله 1 فين زيادته؟ زياده الانسولين يؤدي الى انخفاض الجلايكوجين، غلط، ده لما يزيد الانسولين يزيد الجلايكوجين، يبقى دي غلط. نقصه في المرحله 3 اللي هو نقص الانسولين
يؤدي الى ارتفاع السكر، يؤدي الى ارتفاعه في الدم مش جوه الخليه. ما لو نقص هنا مش هيدخل في الخليه، هيفضل في الدم، يبقى برضو دي غلط، هيؤدي الى ارتفاعه في الدم. زيادته في المرحله 2 اللي هو الجلوكاجون هيؤدي الى انخفاض لا ده غلط، ده لما يزيد الجلوكاجون بيزيد الجلوكوز مش بيقل الجلوكوز في الدم، فدي غلط. فالوحيده الصح هتبقى رقم أ، هي الصح. السؤال اللي بعديه 48. يتناول شخص كميات كبيره من المواد الكربوهيدراتيه في وجباته الغذائيه، ما النتيجه المترتبه على تناوله هذه الكميات؟ لما ياكل كربوهيدرات كتير هيطلع الانسولين، فلما يطلع الانسولين الجلوكوز هيعدي ويقول للخليه احرجي رقم 1، ويحول الجلوكوز الى جلايكوجين يخزن في الكبد والعضلات، ويحول الجلوكوز الى اللازاليز مواد دهنيه. تعالوا نشوف. هل يؤدي الى ترسيب الدهون في خلايا الكبد؟ تحصل، بيرسب الدهون في خلايا وانسجه الجسم المختلفه. هل تحويل الجلايكوجين لجلوكوز العكس، الجلوكوز لجلايكوجين؟ هل اصابه الشخص بالنحافه؟ غلط، ده لما بالعكس، ده لما يطلع انسولين يعمل لازاليز هيتخن. هل نقص الدهون في خلايا العضلات؟ ده بالعكس، ده هيزود الدهون في كل حته يعني، بس دهون في العضلات ايه يعني، كده كده ملوش دعوه بدي. طبعا الاجابه هي ترسيب الدهون في خلايا الكبد، يبقى ترسيب الدهون في خلايا الايه الكبد. اين مواد تاليه ينظر وجود مستقبلات لها في خلايا العضو؟ مين ده؟ القلب. مين اللي ملوش دعوه بالقلب خالص خالص خالص؟ قال لك ينظر وجود مستقبل. الانسولين في كل خلايا الجسم، هيروح لكل خلايا الجسم يقول لها افتحي السكر عدي واحرجي، فاكيد ليه مستقبلات في القلب. في القلب كلب ايه؟ الثيروكسين بيحافظ الحرق في كل خلايا الجسم بما فيهم الغده الدرقيه نفسها، فشغال على القلب قشطه. الاي دي اتش شغال على الكليه والاوعيه الدمويه مش شغال على القلب. الادرينالين بيزود سرعه وقوه انقباض القلب فشغال على القلب. كله ده شغال على القلب الا الاي دي اتش كليه واوعيه دمويه. 50. من خلال دراستك للمخطط المقابل ما التاثير المونيسين جويتر جعوزي بول سكري؟ ايه بقى سين؟ تضخم الجعوزي خلي بالك بيبقى رفيع نحافه. زياده الثيروكسين ترفع، زياده الثيروكسين ترفع، ونقص الانسولين يرفع برضه نحافه. لان لما ينقص الانسولين هيزيد السكر في الدم بس الخلايا مش عارفه تستفيد بيه، فتلجا الى حرق الدهون. فاللي بيخسسوا حاجتين، لو جالك بول سكري بعد شهر يعني نقص الانسولين او زاد الثيروكسين. نقص الانسولين زياده الثيروكسين دي ترفعك خلاص. يبقى هنا طبعا المشترك اللي بينهم هو نقص في وزن الجسم نحافه نقص. لكن ارتفاع معدل ضربات القلب، ارتفاع معدل ده في التضخم الجعوزي بس، الهياج العصبي في التضخم الجعوزي بس، زياده اسموزيه البول ده في البول السكري بس لان البول هينزل مسكر. طب 51. الجدول المقابل يوضح خصائص عينات بول لفردين كلاهما يعاني من تعدد مرات التبول. ادرس الجدول ثم اجب. اي من ماله يفسر هذه الشكوى؟ الاثنين بيعملوا بيبي بول كتير. ده لون البول عنده اصفر وتركيز البول عالي. احنا عندنا اللي بيعملوا بيبي كتير لا اما مريض بول سكري بسبب نقص الانسولين، لا اما نقص الاي دي اتش، بيعمل حمام كتير وبيعطش كتير وده سميناه بول سكري كاذب. بيعمل حمام كتير فبيفقد ميه كتير فالبول بتاعه بيبقى شفاف وتركيز البول بيبقى منخفض، فده المريض ده ممكن بتاع نقص الاي دي اتش اللي هو هيعمل هيعمل بول كتير وهيعطش كتير، هيعمل بول كتير فالبول مخفف ولونه شفاف. لكن الاصفر ده مريض البول السكري لان هو بينزل سكر كتير جلوكوز كتير في البول فالبول بتاعه بيبقى اصفر غامق ويبقى تركيز البول عالي، فده مريض نقص، ده مريض بول سكري. لو انت عندك حد في العيله مريض سكر هتلاحظ دي، هتلاقي ان البول بتاعه غامق قوي ومركز قوي بسبب ان السكر بينزل في البول. الاول يعاني من نقص الاي دي اتش غلط، ده الثاني. الاول يعاني من زياده الاي دي اتش غلط. الاول يعاني من كسور خلايا بيتا صح، والثاني يعاني من كسور الهايبوثالاموس صح. يبقى الاول يعاني من كسور بيتا فالانسولين قليل، الثاني يعاني من كسور الهايبوثالاموس فالاي دي اتش قليل، فدي الاجابه الصح. الاول يعاني من كسور الفا، لا ملهاش الفا، دي بيتا طبعا لان بيتا عددها كتير وبتفرز انسولين. 52. يمثل الشكل المقابل نتائج تحليل تركيزات بعض المواد في الدم بعد تناول شخصين مختلفين لوجبتين 1 و2 بعد فتره من الصيام. ادرسوا جيدا ثم اجب. تعالوا نشوف. الاثنين كلوا بعد تركيزات بعض المواد بعد تناول شخصين مختلفين لوجبتين 1 و2 بعد فتره من كانوا صايمين وبعدين كلوا اكله حلوه يعني. الاولاني لو ركزت كده اهو الجلوكوز عنده زاد وبعدين اتفرز الانسولين عشان يوطيه وبعدين طلع الجلوكاجون. الشخص الثاني لو انت مركز كده اهو بعد ما كان السكر عنده 80 كان فالسكر عالي خالص ب 120 بعدين السكر وطي تاني للطبيعي خلاص، وهنا ده الانسولين طلع عادي وهنا كان لما كان
لما السكر زاد، واخد بالك السكر عالي، فمين اللي زاد؟ الانسولين زاد عشان يوطيه، والجلوكاجون كان بيقل. خلاص ده الشخص ده. خلاص تعال نشوف بقى الاختيارات. ماذا تستنتج من خلال دراستك للشكل؟ انا واضح ان ده الكربوهيدرات عليت قوي، فممكن يكون كل وجبه، ما هو مش نفس الوجبه، كل وجبه مليانه كربوهيدرات. عشان كده سيادتك لو ركزت كده هتلاقي ان السكر عالي، السكر عالي وبعد شويه رجع للطبيعي لان الانسولين طلع وقطاه، شخص طبيعي عادي. وهنا بقى الجلوكاجون لما كلنا الجلوكاجون قل، لكن الشخص ده كل السكر عالي سيكه بسيطه، فالانسولين عالي سيكه بسيطه والجلوكاجون عالي، فواضح ان الوجبه دي كانت وجبه فقيره في الكربوهيدرات. طب انا هسألك سؤال، هل في حد منهم مريض سكر؟ لا. ليه يا دكتور لا؟ لان هنا لما زاد السكر زاد الانسولين، وهنا لما السكر زاد سيكا زاد الانسولين، فكده الشخص ده وده سلام، الاثنين سلام يعني طبيعيين، يعني حتى السكر زاد سيكا هو زاد سيكا، خلاص، والسكر زاد كتير هو زاد كتير. فتعال نشوف ماذا تستنتج من خلال دراسه الشكل؟ الوجبه واحد غنيه غلط، دي الوجبه الثانيه هي الغنيه بالكربوهيدرات. الوجبه الثانيه غنيه بالبروتينات؟ لا، الوجبه الثانيه غنيه بالكربوهيدرات. تعال ننزل سنه صغنونه خالص، يبقى الثانيه دي مليانه كربوهيدرات. الشخص الذي تناول الوجبه الثانيه مريض بول سكري؟ لا يا حبيبي، ده سكر عالي والانسولين وطاه، ده شخص سليم 100 100، ما رجع للطبيعه اهو، فقشطه شغال. كلا الشخصين الاثنين سلام، الاثنين سلام، بس واحد كل اكله فيها كربوهيدرات، واحد كل اكله مثلا عامل ماشي نظام حلو وصحي، كل مثلا بروتينات بتاع، فالسكر معليش قوي، فالانسولين معليش قوي. فطبعا هي دي الفرق بين الاثنين سلام، الاثنين انا شايفهم الانسولين عندهم بيتفرز، فالاثنين سلام. مريض البول السكري الانسولين مش هيتفرز. اي مما يلي يمكن ملاحظه عند فحص عين الدم مريض بول سكري غير منتظم على العلاج لفتره طويله، مش منتظم على العلاج. مريض البول السكري زي ما علمتك هنا اسمه زيت الدم. زي ما انت عارف هنا المريض بتاع البول السكري هيفقد جلوكوز كتير، والجلوكوز زي ما انت عارف ما بينزلش لوحده، بيشد معاه الميه، فلما يشد معاه الميه اسمه زيت الدم هتزيد. لان انت عارف ان مريض البول السكري عنده بيعمل حمام تعدد، بيزيد، بص تعالى نكتب الاعراض كلها، بيزيد الجلوكوز في الدم، ويزيد الجلوكوز في البول، وزياده الجلوكوز في البول زي ما انت عارف بيصاحبه اخراج كميات كبيره من الماء، كبيره من الماء بيشد معاه الميه، فدلوقتي هيفقد ميه كتير، فاسمه زيت الدم عنده هتزيد، ولان الجلوكوز اصلا عالي في الدم والميه نازله في البول بيعمل بول كتير، فعنده اسمه زيت الدم عاليه. طب لما اسمه زيت الدم عاليه، الدم مالح مسكر قوي، فالدم يشفط الميه من الخلايا، فالخلايا تنكمش، يبقى هنا اسمه زيت الدم طبعا تزداد، وحجم كرات الدم الحمراء يقل، تنكمش كرات الدم الحمراء. يبقى تاني، يبقى هو الفكره كلها ان السكر عالي وبيفقد سكر في البول بيشد ميه، فالسكر عالي في الدم فاسمه زيت الدم عاليه. طب الدم مسكر قوي فالدم يشفط الميه من كرات الدم الحمراء، فكرات الدم الحمراء تنكمش، يبقى الاجابه يقل. طيب 54 اذا الشكل التالي ثم اجب. المرحله واحد الامعاء الدقيقه وخدنا جلوكوز، ده سيروكسين بيحفز امتصاص السكريات الوحيديه من القناه الهضميه. بعدين طلع الانسولين حول الجلوكوز ده الكتير لجلايكوجين اللي هو الكبد. بعدين ده اللي من جلايكوجين لجلوكوز ده جلوكاجون، اللي بيحول الجلايكوجين لجلوكوز ده جلوكاجون. بعدين اللي هيدخله جوه الخلايا الانسولين، قال لك دي احدى خلايا الجسم. من خصائص الهرمون الذي يزيد الجلايكوجين الكبدي انه من اللي بيزود الجلايكوجين الانسولين، بيحول الجلوكوز لجلايكوجين، انه ينشط خلال المرحله، طبعا 4 بس، لا 2 و4، يبقى دي غلط. ينشط في 2 بس غلط، 2 و4، ينشط خلال 2، ف2 انسولين و4 انسولين، يبقى 2 و4، واحد طبعا سيروكسين اصلا، فطبعا الاجابه د. 5 ادرس المخطط المقابل الذي يمثل تاثيرات ثلاث هرمونات س وص وعين على عمليات الايض في جسم الانسان، ثم اجب ما هي س وصاد وعين على الترتيب. قال لك ده بيعتمد افرازه على تنبيه هرمون، يبقى ده ممكن يكون من الغده النخاميه، هنشوف دلوقتي، وبينظم الايض. خلاص ده انا عرفته، السيروكسين بتاع الايض السيروكسين، وطبعا دي اكيد الغده الدرقيه لو احنا عايزين نعملهم غدد كمان. يزداد افرازه في المراحل العمريه الاولى وله عمل بنائي وينظم الايض، ده الجي اتش هرمون النمو، دي الغده النخاميه، فص الامامي من النخاميه. يعتمد افرازه على تركيز ماده معينه وله عمل بنائي وله اثر هدمي، ده الانسولين، بيعمل ليه تاثيرين متعاكسين على الايض، بيعمل هدم للجلوكوز وبيعمل بناء للجلايكوجين والدهون، بيعمل هدم وبناء، ده الانسولين. ما هي الهرمونات س وصاد وعين؟ س سيروكسين وعين انسولين، سيروكسين وانسولين يبقى في النص، يبقى سيروكسين نمو وانسولين، صاد طبعا هرمون النمو. طيب
السؤال اللي بعديه، ما نوعي المحفزات لنوعي غدد البنكرياس، القنويه ولا لا قنويه؟ طبعا انت عارف ان القنويه بتنبيه عصبي وهرموني، زي ما ستالينج قال استنتج ان هناك تنبيه اخر، استنتج ان في تنبيه اخر غير العصبي، فعصبي وهرموني. قلنا من الاثنى عشر للبنكرياس هرمونات، من البنكرياس للاثنى عشر انزيمات، فالهرمونات اللي رايحه اللي هي السكرتين والكوليسيستوكاينين بتنبه الخلايا الحويصليه في البنكرياس انها تفرز الانزيمات. اللا قنويه الجلوكوز في الدم، بتفرز بتنبيه الجلوكوز في الدم، لو الجلوكوز عالي الانسولين يطلع يوطيه، وطي الجلوكوز يطلع يعليه، فالاولى عصبي او هرموني والثاني تركيز ماده معينه في الدم، يبقى هي الاجابه كده اهو، يبقى هرموني وتركيز ماده معينه في الدم. 57 ادرس الغدتين واحد واثنين ثم حد، ما الخاصيه التي تتميز بها كل من واحد واثنين؟ واحد بتطلع اندروجينات، يبقى دي الخلايا البينيه في الخصيه اللي بتفرز هرمونات ذكوريه اللي هم الاندروسترون والتستوستيرون، دي الخلايا البينيه في الخصيه. اتنين بتطلع استروجينات، ده كده المبيض. الاستروجينات اللي هم مين؟ استروجين وبروجسترون. تعالوا نشوف ما الخاصيه التي تتميز بها كل من الغدتين واحد واثنين؟ هل ان هي قنويه؟ لا دي صماء، دي هرمونات، فدي صماء، فدي غلط. هل هرموناتها استرويديه؟ الاندروجينات استرويدات ولا صح؟ دي استرويدات ودي استرويدات. هل هرموناتها بروتينيه؟ لا دي استرويدات، دي قلنا الهرمونات الجنسيه عدا الريلاكسين، الاستروجينات دي والاندروجينات دي استرويدات كلها. هل يزداد افرازها في الطفوله؟ دي في البلوغ. طفوله ايه؟ دي هرمونات البلوغ اصلا بيزداد افرازها في البلوغ، يبقى الاجابه هرموناتها استرويديه. طيب شايفين الاسئله ده دور اول 22، يعني الاسئله مش صعبه للامانه يعني. طب عضو واحد وعضو اثنين، طبعا انت لسه جايلها لك حالا، جايلها لك حالا 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 حالا، من 12 للبنكرياس هرمونات، ومن البنكرياس للاثنى عشر انزيمات، لسه جايلينها حالا. فبيقول لي ما الافراز اللا قنوي اللي هو السكرتين ولا الكوليسيستوكاينين؟ فهنا الاجابه سكرتين. الاسئله بنحلها 900,000 مره متكرره في الكتب، ما دي اسئله السنين اللي فاتت. غالبا يعني ممكن ما نزلكمش اسئله السنين اللي فاتت في المحاضره بتاعه الخميس ونخليها لان احنا حلينا اصلا، حليناهم في الكتب، فممكن ننزلهم يعني في المعسكر. بفكر يعني انت ونصيبك، لسه هشوف. 59 اي البدائل التاليه تعبر عن الترتيب الزمني الدقيق لعمل الهرمونات على ثدي الانثى؟ طبعا الاستروجين بيعمل نمو للثدي في البلوغ، البروجسترون وهي حامل، بعدين البرولاكتين بيعمل تكوين للبن، بعدين الاكسوسين بيطلع اللبن. يبقى الاستروجين في البلوغ، البروجسترون وهي حامل، لا غلط، انا كنت البرولاكتين الاول يعمل اللبن والاكسوسين يطلعه، يبقى استروجين وهي عند البلوغ، بروجسترون وهي حامل، برولاكتين يعمل تكوين، اكسوسين يعمل اندفاع ونزول. يبقى دي الاجابه دي، واخدينها بالتفسير في الشرح. 60 عند تناول شخص الوجبه غنيه بالكربوهيدرات سجلت النتائج بالجدول المقابل. إذا علمت أن النتائج الأربعة تحدث تحت تأثير هرمونات معينة، أي هذه الهرمونات لا يفرز بصورة طبيعية. إنزيمات البنكرياس 60 والطبيعي من 40 ل 90 فدي طبيعية. خلاص يعني معناها إيه طبيعية؟ إن السكرتين والكوليسيستوكاينين شغالين 100 100، لأن هما البنكرياس شغال وزي الفل. طب امتصاص الجلوكوز 100 الطبيعي 200، كده في نقص في امتصاص الجلوكوز، ده مش طبيعي. طب مين بتاع امتصاص الجلوكوز؟ كده خلل في الثيروكسين بتاع امتصاص السكريات الوحيدية من القناة الهضمية، دي مشكلة في الثيروكسين. مرور الجلوكوز 8 الطبيعي من 3 ل 11 طبيعي، معناها ان الانسولين طبيعي. عملنا لك خلاص صح، الانسولين طبيعي هو اللي بيعديها، فده طبيعي. اسموزيت البول 100 والطبيعي 500، معناه في مشكله في اسموزيت البول، يعني في مشكله في الاي دي اتش. اسموزيت البول منخفضه، يعني الاي دي اتش قليل فبيعمل حمام كتير، فاسموزيت البول منخفضه، يبقى نقص الاي دي اتش. وهنا طبعا نقص في الثيروكسين، نقص في الثيروكسين. يبقى المشكله فين؟ يبقى الثيروكسين والاي دي اتش، ثيروكسين واي دي اتش بس خلاص. لكن طبعا السكرتين سليم والانسولين سليم. 61 ادرس الشكل التالي الذي يوضح تاثير الهرمونات على الاسره الهيدروجين القناه ب100 ثم حدد. اي الفترات على الرسم توضح تاثير الجسترين. الجسترين بيفرز من المعده ثم ينتقل عن طريق الدم الى المعده لاحساء على افراز العصير المعدي، والمعده حمضيه. عارف انت بيقول لك انا عندي حموضه في المعده، فالمعده فيها حمض فعلا، فالبي اتش بتاع المعده حامضي. هو قال لك كده طبعا، ده الزمن وده البي اتش. خلاص ده 7 اللي هو متعادل، 7 اللي هو متعادل، ده فوق السبعه وده اقل من السبعه. هو بيعمل ايه؟ بيقلل البي اتش، فبيقلل البي اتش من ج لد، يبقى الاجابه هتبقى من ج، هيقلل البي اتش. فبيقول لك اي الفترات على الرسم توضح تاثير الجسترين هتبقى من ج لد، بينقص البي اتش مش بيعلي البي اتش، لان هو بيخلي المعده تفرز حمض،
فالحمض هينقص البي اتش، خلي البي اتش حامضي. ده 7 اللي هو متعادل، هيجلل. مين بيجلل هنا؟ جيم لدال. خلاص فهمتوا؟ طيب عارف مين بقى اللي ممكن يزود البي اتش يخليها فوق السبعه؟ ده ممكن السكرتين والكوليسيستوكاينين، بس السكرتين اهم يعني عشان البنكرياس يطلع بيكربونات الصوديوم تخلي الوسط قلوي. السكرتين والكوليسيستوكاينين. خلاص يعني انت مش عليك المعلومه مين بيطلع البيكربونات مش وين، خليها الاثنين يعني. فمين ده؟ طبعا ده الجاسترين، لان الجاسترين هيخلي المعده تفرز حمض فيخلي البي اتش حامضي يعني اقل من 7، فجيم د. طيب اي مما يلي يمثل الترتيب التنازلي الصحيح للهرمونات حسب عدد المستقبلات الخاصه بها في الجسم. ترتيب تنازلي يعني من الكبير للصغير. عندك اكتر 2 للانسولين والثيروكسين بيأثر على كل خلايا الجسم. هل الاس تي اتش اكتر من الانسولين؟ غلط، ده الاس تي اتش بيشتغل على الجسم بس، ده حزين عنده مستقبل وحيد فريد. الانسولين بيشتغل على كل خلايا الجسم. البروجسترون بيشتغل على برضه، البروجسترون بيشتغل على الرحم والثدي. البروجسترون انت عارف انه بيحافظ على بطانه الرحم، هيسموه هرمون الحمل. قلنا بيزود سمك البطانه ويزود الامداد الدموي ليها وبيكبر الثدي، فالبروجسترون قشطه شغال في كتير. الجاسترين المعده بس، يبقى صح تنفع دي تنفع. الانسولين ماشي. السكرتين السكرتين بيشتغل على البنكرياس لكن نموه اكتر وعايز تنازلي، فدي غلط. الاس اتش غلط، ده اقل واحد، ده هو واحد فريد حزين وحيد. 63 اي من الهرمونات التاليه لا يتوقع زيادته في الدم بعد تناول وجبه خبز وفول بالزيت الحار. اكلت احنا الجلوكاجون صايم وجعان، جلوكاجون انا واكل خلاص، فطبعا عشان اهضم الاكل فيه سكرتين وكوليسيستوكاينين، وبعدين الثيروكسين هيودي الجلوكوز فيزيد الانسولين، لكن طبعا الجلوكاجون ده انا صايم وجعان. 64 غدة ألف فرزت هرمون له علاقة بالبلوغ، وهرمون يساعد على اكتمال الحمل، استروجين وبروجسترون. غدة ب طلعت هرمون يفرز قبل الولادة مباشرة، ممكن يبقى الأوكسيتوسين هو ده قبل الولادة على طول، وهنا طبعا دي الغدة النخامية الفص الخلفي. تعال نشوف الغدة ألف بما يميز ألف عن ب، اللي هي ألف اللي هي مين؟ اللي هي المبيض يعني. هل لا قنوية دائمة؟ لا، يعني خلي بالك اللي طلع استروجين دي حويصلة جراف ودي مؤقتة. اللي طلع البروجسترون ده الجسم الأصفر وده مؤقتة برضه. خلاص هما جوه المبيض الاثنين. هل عصبية مفرزة؟ لا. هل لا قنوية؟ هي دي لا قنوية مؤقتة، سموها مؤقتة، اللي هي حويصلة جراف واللي هي الجسم الأصفر اللي هم دول يعني. فحويصلة جراف لا قنوية مؤقتة والجسم الأصفر لا قنوية مؤقتة. ادرس الشكل التالي ثم أجب. أي الغدة تتحكم في اكتمال عملية النضج الجنسي؟ اكتمال النضج الجنسي طبعا المبيض والخصية والدرقية. فالدرقية دي المسؤولة عن التطور بأنماطه الثلاثة، عقلي وبدني وجنسي. يبقى هجاوب 1 و3 و4، 1 و3 و4، لكن البنكرياس ملوش علاقة بالموضوع ده كله. طيب مقالي. شكل مقابل يوضح الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية اكتمال نمو المخ لأربع أطفال منذ الولادة. ادرسوا جيدا. أي من الأطفال 4 هو الأقل إفراز للثيروكسين اللي مخه هيأخر جوي، هياخد وقت كتير جوي لغاية ما يكتمل، اللي هو 12 شهر، اللي قاعد زي ما مشهور 12 شهر، فده هو ده اللي عنده ثيروكسين قليل. لأن طبعا أنت الثيروكسين مسؤول عن تطور، بينمي ويطور القوة العقلية والبدنية، فاللي هيأخر في الاكتمال ده عنده نقص ثيروكسين. مين اللي أخر في الاكتمال؟ عين، ده قاعد 12 شهر أكتر مدة خدها، فده مؤخر، فطبعا عين. 2 تناول شخصان نفس الكمية من وجبة غذائية غنية بالكربوهيدرات، ثم تم قياس تركيز السكر في الدم في فترات زمنية مختلفة، وتم تسجيل النتائج بالجدول التالي. تعال نشوف. كان 90 كلب 125 100 90 90 90 ده طبيعي، شخص طبيعي. ما من 80 ل 120 طبيعي، هو عنده 90 عادي، ما هو في الرينج ده طبيعي. الشخص الثاني 100 185 202 200 بعد 5 ساعات عالي، ده مريض بول سكري، ده 5 ساعات من اكل الوجبه والسكر لسه عالي، ده مريض. ما التركيز الطبيعي للجلوكوز في دم الشخص الاول؟ 90، ده الطبيعي ليه 90. اي الشخصين يكون مصاب بالبول السكري؟ طبعا الشخص الثاني. ليه الثاني؟ هتقول بعد 5 ساعات من تناول الوجبه ما زال السكر مرتفع عالي، المفروض بعد 4 ساعات على الاقل يرجع طبيعي، لكن ده بص لسه عالي.
ما تفسيرك لثبات تركيز الجلوكوز في الدم لدى الشخص الاول خلال الثلاث ساعات الاخيره؟ ليه الجلوكوز عنده ثابت؟ هتقول له عشان الانسولين خد السكر في الخلايا وعداه وقال لها احرقيه، حول الجلوكوز لجلايكوجين وبعدين حوله الى اللازيز مواد دهنيه، عشان كده السكر بيجي ثابت. هتقول له بسبب ان البنكرياس سليم وهرمون الانسولين زي الفل، الله يبارك له. 3. ادرس المخطط المقابل الذي يوضح وظيفه احد الهرمونات الهامه في جسم الانسان ثم اجب. خليه اكس طلعت هرمون راح في الدم، راح للخليه دي حول الجلوكوز الى جلايكوجين، جلوكوز لجلايكوجين ده الانسولين. خلاص يبقى الهرمون ده كده اهو الانسولين. والخليه دي ممكن تبقى كبد او عضلات لان بيحول فيها الجلوكوز الى جلايكوجين. في بالك ما الهرمون المشار اليه بسين؟ انسولين. انسولين. استنتج نوع الخليتين اكس وواي. فين اكس؟ اكس دي نوع الخليه اكس. ايه نوع الخليه دي؟ ممكن دي غده يعني تقول غده ايه يعني؟ ايه مش فاهم ايه نوع الخليه اكس؟ اسمها يعني. فالخليه اكس دي ممكن تبقى البنكرياس. بالادق بيتا. بيتا بجزر لانجرهانز بالبنكرياس. بيتا بجزر لانجرهانز. طب واي دي كبد او عضلات؟ كبد او عضلات. بس كده. خلاص ما هو اللي بيحول الجلوكوز لجلايكوجين ما فيش غيره. اللي هو الانسولين اللي ليه اثر بناء اللي بيبني جلايكوجين، يبقى ده الانسولين ودي خليه بيتا في البنكرياس وهكذا. بس كده. موضوع سهل. 4. ادي الشكل التخطيطي المقابل الذي يوضح تاثير افرازات احدى الغدد على 3 مناطق مختلفه بالجسم ثم اجب. دي الغده الدرقيه. دي الغده الدرقيه. ده الميتوكوندريا اشعل ولعها هي شغاله على الميتوكوندريا. وده الشريان مثلا بتعمل له انقباض. تعال نشوف ما تأثير الخمول الغدة على كل من 1 و3. طبعا 1 هيحصل قلة ضربات القلب لما بينقص الثيروكسين، قلة ضربات القلب. طب و1 نقص في أكسدة الغذاء لدرجة السمنة المفرطة، هبوط مستوى التمثيل الغذائي لدرجة عدم تحمل البرودة. ما تأثير خمول الغدة على تركيز الكالسيوم في 2؟ تركيز الكالسيوم في 2 في الدم، يعني 2 ده اللي هو الدم. ايه انقباض اللي انا كنت كاتبها دي؟ كنت كاتب شريان تقريبا. ما تأثير خمول الغدة لما ينقص الكالسيتونين؟ هيزيد الكالسيوم في الدم، يبقى التأثير زيادة لأن الكالسيتونين كان بيوطي الكالسيوم في الدم. كالسي يعني كالسيوم وتونين يعني بيجلل، فلما يحصل خمول الغدة نقص الكالسيتونين هيزيد الكالسيوم في الدم، يبقى يحصل زيادة لنسبة الكالسيوم في الدم لأن هو اللي كان بيوطيه. بس كده. 5. المخطط المقابل يوضح دور الهرمونات في ظهور الصفات الثانويه لدى الذكر. ادرسهم عشان تعرف افكر. في الذكر طبعا قلنا ال اتش بيعمل خلايا بينيه بتفرز الاندروجينات، اندروسترون تستوستيرون، يظهر صفات ذكريه ثانويه. طب غده الف طلعت هرمون يبقى دي النخاميه، بتطلع ال اتش يروح للخلايا البينيه اللي في الخصيه يخليها تطلع اندروجينات يطلع صفات ذكريه. في ضوء دراستك كيف تفرق بين الهرمون 1 و2؟ ال اتش والأندروجينات ده هرمون بروتيني، هو قال لك عايز ده بروتيني لكن ده استرويد، دي استرويدات اللي هما الاندروستيرون والتستوستيرون. في امثله تانية تقول مثلا البروتيني ده بيدوب في بلازما الدم، ده لا يذوب في بلازما الدم. تقول ان الهرمون الدهني مثلا البروتين مستقبله بره، لكن البروتيني بره لكن الدهني بيعبر الغشاء مستقبله داخل النواه او بالقرب من النواه. ما نتيجه نقص افراز واحد اللي هو ال اتش لدى امراه متزوجه؟ ال اتش ده كان بيعمل ايه؟ كان بيفجر ويحرر ويكون، كان بيفجر حويصلة جراف ويحرر البويضه ويكون الجسم الاصفر. هتقول لن تتحرر البويضه فاستحاله حدوث حمل، عدم حدوث حمل، مش هتخلف لان بسبب عدم تحرر البويضه. فهنا او احتمالات الحمل تبقى قليله لان هو قال لك نقص مش مفيش، قال لك نقص يعني، فتقول له هنا هيحصل ان هتقل احتمالات الحمل، هتقل فرص، خليها تقل فرص الانجاب، تقل عشان قال لك نقص يعني مش مفيش، هتقول له تقل فرص الانجاب. ولازم لما تقول هيحصل ايه تقول مع تفسير اجابتك، هتقول له ان الهرمون ده كان بيفجر حويصلة جراف ويحرر البويضه ويكون الجسم الاصفر اللي هيفرز هرمون اسمه البروجسترون. طيب في ضوء منهجك اذكر مثال. غده صماء تتحكم في افراز غده صماء اخرى، النخاميه بتبعت تي اس اتش يتكلم الدرقيه، بتبعت اس تي اتش يتكلم قشره القذريه. غده مختلطه تتحكم في افرازات غده مختلطه اخرى، عندك ممكن مثلا الاثنى عشر
الاثنى عشر بتبعت هرمونات للبنكرياس، فالبنكرياس يبعت لها انزيمات، فالاثنى عشر والبنكرياس. يعني الاثنى عشر يعني بيبعت السكرتيرين والكوليسيستوكاينين يروحوا للامعاء يقول لها طلع انزيماتي، فدي غده مختلطه. على فكره القناه الهضميه كلها غده مختلطه، بطانه القناه الهضميه. خلاص فهمتوا؟ تقول له بطانه القناه الهضميه، بطانه القناه الهضميه، وديهم مثال اللي هي الاثنى عشر. طيب 7. ما طبيعه التركيب الكيميائي للهرمون بي؟ تعالوا نشوف مين بي ده. بص يا باشا، ده بي بص، من جلوكوز لجلايكوجين ده انسولين، من جلوكوز لجلايكوجين. ده العكس، 2 اللي بيعمل من جلايكوجين لجلوكوز ده الجلوكاجون، يبقى ده بي ده جلوكاجون، لان الجلوكاجون حول الجلايكوجين لجلوكوز. ايه ده؟ الانسولين، لانه حول الجلوكوز لجلايكوجين، فده الانسولين. فبيقول لك ايه؟ ما طبيعه التركيب الكيميائي للهرمون بي؟ بروتين. الانسولين والجلوكاجون الاثنين بروتين، ده الطبيعه بتاعتهم ان هم مواد بروتينيه. ما تاثير نقص افراز الهرمون A اللي هو الانسولين على اسموزيه البول؟ هتزيد اسموزيه البول، لان هينزل جلوكوز في البول هيصاحبه كمان خروج كميات من الماء، فهتزيد اسموزيه البول. البول هينزل اصفر غامق، يعني اسموزيته عاليه، لان بينزل ظهور جلوكوز. هتقول طب ما هو نازل ميه بس جلوكوز كتير، فطبعا هتقول له زياده في اسموزيه البول. 8. من الشكل المقابل، ماذا يحدث عند حدوث طفره في الجين المكون للتركيب س بالنسبه لتركيز كل من الهرمونين A و B؟ تعال نشوف القصه دي. اولا دي خلايا حويصليه بتفرز هرمون، مكان لك هرمونات، دي بتفرز هرمونين، يعني هرمون ده يبقى دي الدرقيه، خلايا حويصليه تعمل كغده لا قنويه، دي الدرقيه. وده الثيروكسين، وده التي اس اتش. فقال لك كده اهو، قال لك ماذا يحدث عند حدوث طفره في الجين المكون لسين؟ ده مش موجود، المستقبل مش موجود، فكده التي اس اتش هيجي التي اس اتش، بس الغده مش هتشتغل، ما ده اللي بيشغلها، هيخليها تطلع ثيروكسين، فيحصل نقص البي. طب لما هي الثيروكسين هينقص، انه خليها مش عارفه، فهتزود ايه؟ تاني يا دكتور مش فاهم. بص يا حبيبي، المستقبل ده مش موجود، المستقبل ده قال لك حدوث طفره في جين المكون للسين، المستقبل ده مفيش المستقبل. المفروض التي اس اتش يمسك في المستقبل يقول للغده طلع الثيروكسين، مفيش المستقبل، ده الكالون معايا المفتاح، بس مفيش الكالون، فالباب مش هيفتح، فمش هيطلع ثيروكسين، فالثيروكسين هيقل. طب لما الثيروكسين يقل، انه خليها مش عارفه، فهتزود التي اس اتش، فالتي اس اتش هيزيد والثيروكسين هيبقى قليل. طيب الشكل المقابل يوضح تاثير استئصال البنكرياس على مستوى سكر الدم. ادرسه جيدا ثم اجب. ده استئصال البنكرياس وده السكر عيني خالص. فبيقول لك ما تفسيرك لارتفاع السكر وعدم انخفاضه عند استئصال البنكرياس رغم توقف افراز الجلوكاجون؟ عشان فيه هرمونات كتير بتزود السكر، زي الثيروكسين، زي الادرينالين، زي الكورتيزون والكورتيكوستيرون. هتقول ان في صربيع هرمونات بتعلي السكر، عشان كده حتى الفا كانت عددها قليل، لان مش فارقه قوي، لان انا عندي اللي بيعلوا كتير، عندي الثيروكسين بيعلي، عندي الهرمونات السكريه بتعلي، عندي الادرينالين بيعلي والنور ادرينالين، فهتقول له لان في هرمونات كتير بتعلي السكر زي الثيروكسين وزي الهرمونات السكريه وزي الادرينالين والنور ادرينالين. فاهمني انت؟ يا رب تكونوا فاهمين. 10. ادرس الشكل المقابل ثم اجب. ما الهرمون المسؤول عن حدوث العمليه س؟ تعال نشوف العمليه س اصلا. ده الهرمون مستقبله بره الخليه، مسك هنا فتحت دخل السكر اتحول لجلايكوجين، ده انسولين يا معلم، انسولين بناء جلايكوجين، يبقى ده الانسولين. فيقول لك ما الهرمون المسؤول عن حدوث س؟ الانسولين. في ضوء منهجك اعطي مثال للخلايا الموضحه دي، لا اما كبد او عضلات، لان الجلوكوز للجلايكوجين في الكبد ولا عضلات، يبقى في ضوء لمنهجك كبد وعضلات. تمام، خط زي العسل. طيب كده احنا خلصنا الاسئله كلها الموجوده في اختبار شامل، هنحله برضه، فريح شويه، خد لك ريست، لو عايز تاخد ريست خد ريست، وبعدين نحل الاختبار الشامل ده. نحل بقى يا شباب الامتحان اللي هو الشامل على الهرمونات، عشان نبقى ختمنا الكتاب كله الهرمونات كلها. بيقول لك اي مما يلي يعتبر من اعراض فرط نشاط الغده س في الشكل المقابل. مين الغده س؟ اللي هي الغده الجيران الدرقيه، اللي هي الغده الجارات الدرقيه. فرط نشاطها يعني افرازها زاد. زياده الباراث هرمون زي ما احنا عارفين هيزيد الكالسيوم في الدم نتيجه سحبه من العظام، فتصبح العظام هشه سهله الكسر، يحصل هشاشه عظام. وطبعا زي ما احنا عارفين برضو زياده الكالسيوم دي بتعمل حصوات كلى لما الكالسيوم بيتجمع ويزيد يعني، فدي كلها اعراض الفرط يعني. هل النحافه الشديده؟ لا، ده لما بيزيد الثيروكسين او بينقص الانسولين، لكن مش ده. جفاف الجلد ده لما بينقص الثيروكسين.
كسور مرضيه هي دي كسور مرضيه في العظام اللي هي هشاشه عظام. تشنجات عضليه لا، ده لما بينقص الكالسيوم مش لما بيزيد الكالسيوم. فالاجابه طبعا هتبقى ج كسور مرضيه في العظام. السؤال اللي بعديه، الجدول المقابل يوضح اسموزيه البول لدى 3 اشخاص. فاذا علمت ان إيه اللي انا عملته ده اشتغل خلاص. اذا علمت ان النسبه الطبيعيه لاسموزيه البول تتراوح من 500 ل 900، ما الذي يمكن استنتاجه؟ الطبيعي لاسموزيه البول من 500 ل 900، ف 1000 ونص ده زايد، الاسموزيه عاليه، ومعنى ان الاسموزيه البول يعني الاي دي اتش عالي. فالاي دي اتش لما عالي في الدم خد الميه، فالبول نزل مركز قوي، لان الاي دي اتش بياخد الميه، فبيقول لنا بيقلل كميته ويزود تركيزه، فزود اسموزيه البول جدا. هنا ده 700 طبيعي بالرينج من 500 ل 900، ده 200 الاسموزيه ناقصه بتاعت البول، معناه ان في ميه كتير، معناه ان ده عنده نقص اي دي اتش، فبيعمل بالبي بول كتير، فبنازله ميه كتير، فاسموزيه البول قليله. يبقى الاول عنده زياده والتاني عنده نقص. هل الشخص الاول يعاني من نقص؟ غلط، الاول زياده. هل الشخص الثاني يعاني من نقص الانسولين؟ لا، لو عنده نقص انسولين كان حصل ان اسموزيه البول عليت، لان نقص الانسولين زي ما انت عارف بينزل سكر كتير، فالبول بينزل اصفر غامق، فطبعا دي غلط. هل الشخص الثالث يعاني من نقص الاي دي اتش؟ صح، هي دي الصح، ان الثالث عنده نقص اي دي اتش، نقص افرازات النخاميه. هل الثاني يعاني؟ الثاني سليم والله ما في حاجه، الثاني زي الفل الله يبارك له. بالاجابه طبعا دي برضو غلط، دي برضو غلط، فالاجابه طبعا هتبقى جيم. السؤال الثالث، الشكل المقابل يعبر عن تنظيم الغده النخاميه لافراز الغده الدرقيه، ما الذي يمكن استنتاجه من هذا المخطط؟ النخاميه بعد التي اس اتش راح للدرقيه خلاها تطلع سيروكسين بالمنظر ده. السيروكسين رجع للنخاميه قال لها مش عايزين تي اس اتش تاني، يعني دي تغذيه رجعيه سلبيه. طب يا دكتور الحته دي مش علينا، ان الهايبوثالاموس ساعات بيبعت، مش ساعات، هو مش علينا، بس هو حرفيا بيبعت هرمونات للنخاميه مش علينا عشان تفرز هرموناتها اللي هي الفص الامامي. يعني في هرمون بيروح للنخاميه، ده مش علينا الكلام ده كله، بيبعت هرمون مثلا اسمه تي ار اتش، الكلام ده مش علينا، اسمه ثايرويد ريليزنج هرمون، يروح للنخاميه يخليها تطلع التي اس اتش، فتروح للدرقيه تخليها تطلع الثايروكسين، الثايروكسين يرجع لدي يقول لها شكرا، يرجع لدي يقول لها شكرا. بس ده الكلام ده مش علينا، خلاص دي مش علينا، يعني الهرمون ده فكك منه، فاكس منه، الحته دي ممكن تلخبطك لانها مش علينا. المهم هنجاوب بمنهجنا. زياده افراز الهرمون ج اللي هو الثايروكسين يثبط افراز به صح بالتغذيه الرجعيه السلبيه. بمنهجنا الاجابه بكل بساطه الف. طب زياده افراز ج اللي هو الثايروكسين ينشط الف، غلط، ده بيثبط الف، فدي غلط. زياده افراز ب، مين ب؟ اللي هو التي اس اتش، زياده لما يزيد التي اس اتش المفروض يزيد الثايروكسين، هل زياده التي اس اتش تثبط الثايروكسين؟ غلط، ده لما يزيد التي اس اتش الدرجات تطلع ثايروكسين اكتر. زياده افراز ب اللي هو التي اس اتش ينشط افراز الف، لا ده بينشط ج، لما يزيد ده لما يزيد التي اس اتش ينشط ج مش الف، فدي برضو غلط، فالاجابه الف بالاستبعاد، تقدر تحلها يعني. جميع الاعراض التاليه تظهر على المريض بعد استئصال البنكرياس مع لما تحوش البنكرياس. هل وجود طعام غير مهضوم في البراز؟ ما البنكرياس ده زي ما احنا عارفين كان فيه انزيمات لكل الاكلات، والاكل اللي مش هيتهضم مش هيروح الدم مش هنستفيد بيه هينزل في البيبي، ما البيبي ده او البراز عباره عن اكل مش مهضوم، فطالما الانزيمات مش موجوده فالاكل مش هيتهضم، فوجود اكل غير مهضوم صح. الخمول وقله النشاط لما نشيل بنكرياس، ما الانسولين ده كان بيحفز على الحرق، كان بيقول لها سكر عديه واحرجيه، ففي طاقه، مفيش انسولين مفيش طاقه، ففي خمول وكسل وتعبان. ارتفاع الحراره، غلط، دي غلط، لان هنا لما ينقص الانسولين الاكسده برضه هتقل، ما هو كان بيحس على الاكسده، فالحرج هيقل فالحراره هتقل مش هتزيد، فدي غلط. زياده هنا نقص الانسولين مرض البولي السكري الكاذب، هيعمل بيبي كتير وهيعطش كتير، في كلهم صح ما عدا جيم، فجيم غلط. 5. اي مما يلي يوضح تاثير الاف اس اتش على المناسل المذكره اثناء نمو الجنين. قلنا الاف اس اتش، قلنا اف جرف في الانثى، بالنسبه للراجل بيعمل انيبيبات وانا جنين وانا طفل، وبيعمل حيوانات وفي البلوغ والشخص بالغ. قال لك هنا اثناء نمو الجنين يبقى انيبيبات منويه، يبقى تكوين الانيبيبات المنويه. طيب من خلال دراستك للشكل المقابل الخليه س توجد فيه ده الانسولين بالمنظر ده، وده الاس تي اتش وده النمو. الخليه دي شغال عليها الاي سي تي اتش، بيركب هنا شغال، يبقى ده خلاص دي الجشر، لان الاس تي اتش ده بينبه الجشر، وشغال عليها كمان هرمون النمو عشان يخليها تكبر، وشغال عليها هرمون الانسولين، لان هرمون الانسولين ليه مستقبلات في كل خلايا الجسم، ما احنا قلنا بيأثر على كل خلايا الجسم بما فيهم الخلايا المفرزه ليه. فاهم حاجه من ده انا عرفتها من ده، الاس تي اتش ده بينبه الجشر، فده شغال على الجشره بس، يعني انا ما عرفتش من الانسولين، الانسولين شغال على كل خلايا الجسم، ما عرفتش من النمو لان شغال على عظام عضلات اعضاء، فما عرفتش منه. عرفت من مين؟ من الاس تي اتش، الاس تي اتش ده بينبه الجشره، فمين دي؟ هتبقى جشره الغده القذريه. اللي بعديه
اي رسومات القلب التاليه تعبر عن معدل ضربات القلب للشخص الاكثر نشاط للنخاع؟ قلنا لما بيزيد الادرينالين او يزيد الثيروكسين بتزيد ضربات القلب. مين اسرع ضربات قلب؟ بص دي قريبه جوه من بعض، دي بطيئه، دي طبيعيه تقريبا، دي بطيئه، فاسرع واحده دي اللي هي زياده في ضربات القلب. دي قلت لك مش منتظمه، بص دي مش منتظمه، فهنا طبعا اسرع واحده تبقى د، فالاجابه بتاعتنا هتبقى د. الشكل المقابل يعبر عن بعض العمليات التي تحدث في نيبيبات كلويه الكليه. ادرسوا جيدا ثم اجب. ما الاستجابه الهرمونيه التي ينتج عنها زياده معدل حدوث العمليتين س وص على الترتيب؟ بص معايا هنا لو ركزت، ده خارج الانبوبه بتاع النفرون. الهرمون س بيطلع الميه يعني بيوديها الدم، ده اي دي اتش. الهرمون ص بيرجع الصوديوم، ده الدوسترون، بيقول لها الصوديوم هاتي، فخلاص مين س اي دي اتش، مين ص الدوسترون. فبيقول لك قال لك ما اللي بينتج عنها زياده معدل حدوث س وص؟ ايه الحاجات اللي تزود س وص؟ زياده الاي دي اتش يزود ده، زياده الالدوسترون يزود ده، فزياده الاي دي اتش وزياده الالدوسترون صح. بس خلصت. ايه التفاهه دي؟ ايه التفاهه دي يا عم؟ الاي دي اتش بيرجع الميه بره الانبوبه، والالدوسترون بيرجع الصوديوم بره الانبوبه، فطبعا اي دي اتش وايه ده الدوسترون. طيب اي العوامل التاليه يزيد الافراز القنوي للغده الموضحه بالشكل؟ البنكرياس. مين اللي بيخليها تفرز؟ طبعا تنبيهين، عصبي وهرموني، هم دول اللي بيخلوها يفرز. هل زياده تركيز الجلوكوز في الدم جالك الافراز القنوي؟ فقلنا طبعا ان الاثنى عشر بيفرز هرمونات اللي هم السكرتين اللي رايح من الاثنى عشر للبنكرياس، هرمونات اللي من البنكرياس للاثنى عشر انزيمات. المهم الهرمونات دي اللي هم السكرتين وكوليسيستوكاينين، فده تنبيه هرموني. او يا دكتور مين تاني يا دكتور؟ تنبيه عصبي. هل اللي بيحفز الافراز القنوي وزياده السكر في الدم؟ لا. سيال عصبي سمبساوي، قلنا السمبساوي ده بتاع السسبنس كله. عارفين مين ممكن يبقى سيال عصبي؟ باراسمبساوي. الباراسمبساوي ده بتاع الراحه، بتاع اكل وعارفه اكل وصنعه وقله مرعى، هو ده الباراسمبساوي بتاع الرحرحه كلها، بتاع الراحه والنوم والاكل الهضم. فاللي بيشتغل الهضم ده كله ده السمبساوي ده سسبنس. وانت اكيد بتجري من الكلب مش هتحط سندوتش في بوقك وتاكله، لكن بتاع الرحرحه كلها اكل وصنعه وقله مرعى الباراسمبساوي. فممكن سيال عصبي باراسمبساوي مش سمبساوي، ده بتاع السسبنس كله، لكن الباراسمبساوي بتاع الهضم. وصول الطعام للمعده غلط، ووصول الطعام للاثنى عشر من المعده، فدي غلط. انخفاض القص هيدروجين، شفت الحلاوه؟ ما هو الاكل المعده فيها حموضه، فيها حمض المعده، فالاكل لما ينزل من المعده الاثنى عشر هتبقى حامضيه، فيحصل انخفاض قيمه القص الهيدروجين للاثنى عشر، صح؟ ده معناه ان الاكل نزل. ايه اللي يفهمني ان الاكل نزل اثنى عشر؟ الاكل في المعده حمضيه، فلما الحمض ينزل اثنى عشر يحصل حموضه، فانخفاض قيمه القص الهيدروجيني، يعني الاكل وصل اثنى عشر، فيبدا البنكرياس يفرز عصارته البنكرياسيه. فالاجابه ده سؤال جميل وعايز معلومات كتير. طب 10. ادرس الجدول التالي الذي يعبر عن تركيز الاي دي اتش وكميه البول لشخص ما خلال اليوم ثم اجب. حجم البول 7، المعدل الطبيعي من 1 ل 3، فالبول عنده بيعمل بيبي كتير. الاي دي اتش 2 و3، والطبيعي من لغايه 2.5، يعني الاي دي اتش طبيعي. ده الاي دي اتش طبيعي يا دكتور، طب بيعمل بيبي بول كتير ليه؟ تعال نشوف. هل هذا الشخص يعاني من خلل في الفص الامامي؟ الفص الامامي سليم، ما الاي دي اتش طبيعي. هل هذا الشخص يعاني من خلل في الفص الخلفي؟ اصلا ده الاي دي اتش يعني دي مالهاش علاقه بالموضوع، انا لفت معايا. هل هذا الشخص يعاني من خلل في الفص الخلفي للغده النخاميه؟ لا طبعا، ما الاي دي اتش طبيعي، فالفص الخلفي زي الفل. هل هذا الشخص يعاني من خلل في خليه الفا؟ لا، ممكن تبقى مش الفا، يعني حتى لو في مشكله ان هو بيعمل بيبي كتير يبقى بيتا اللي هو نقص الانسولين فبيعمل بيبي بول كتير. هل هذا شخص ممكن دي ان هو عنده اي دي اتش بس مش عارف يشتغل، المستقبلات بتاعته مش موجوده. ما اللي انت ما تعرفوش ان مرض البول السكري الكاذب نوعين، زي ما البول السكري العادي نوعين، البول السكري الكاذب نوعين. في بول سكري كاذب مركزي، وفي بول مش علينا المعلومات دي معلومات من الدكتور صميل، في بول سكري كاذب كلوي. لو انت عايز يعني تحسن معلوماتك، البول السكري الكاذب المركزي مفيش اي دي اتش، وعلاجه اديله اي دي اتش، ما مفيش اي دي اتش علاجه اديله اي دي اتش. مرض البول السكري الكاذب الكلوي مفيش مستقبلات للاي دي اتش، او المستقبلات مش حاسه بالاي دي اتش، فهو نوعين، يعني المركزي من المركز نفسه مفيش اي دي اتش. فهنا فعلا ممكن يكون مفيش مستقبلات ليه، عشان كده البيبي بينزل كتير. الاي دي اتش موجود بس مش عارف يشتغل، موجود ايوه بس مش عارف يشتغل. هل هنا العلاج نديله اي دي اتش؟ اوعى تديله ما عنده اي دي اتش بس المستقبلات مش حاسه بيه، المستقبلات فيها مشكله، في مشكله في المستقبلات. فهمتوا الفكره؟ طيب 11. رسم بيان المقابل يعبر عن تاثير الهرمون 1 على الهرمون 2 بالتغذيه الرجعيه السلبيه.
الهرمون واحد زاد فاتنين جل، يبقى ده ممكن يبقى ثايروكسين، لما زاد طلع النخاميه جالها بلاش تي اس اتش، فالتي اس اتش بدا يقل. فهي شفت جاوبت نفسها، والله جاوبت نفسها، ثايروكسين وتي اس اتش، والله ما مكمل. من خلال دراستك للشكل المقابل، ما الغده او الغدد التي تؤدي نقص افرازاتها للاصابه بالتاخر في الانجاب؟ الدرقيه، مسؤوله عن التطور بانماط الثلاثه، عقلي وبدني وجنسي. الجشه القذريه بتفرز هرمونات جنسيه، لو حصل فيها خلل الدنيا تخرب. ظهور صفات وعوارض الذكوره في الاناث الدنيا تخرب. المبيض او الخصيه، دي غالبا مشاور على الخصيه، والله ما شايفه ايه الخصيه. يبقى هم دول بتوع الاصابه بتاخر الانجاب، يبقى واحد وثلاثه، اي خلل في واحد وثلاثه واربعه يعمل المشكله دي. لكن يا عيني دي الغده التيموسيه اللي هي في الصدر، دي هناخدها في المناعه، مالهاش علاقه بموضوع الخلفه خالص. لكن الدرقيه ليها، لان مسؤول عن التطور بانماط الساسه، عقلي وبدني وجنسي. البتاع ده اللي هي رقم 3 جشه القذريه، ما القذريه بتفرز هرمونات جنسيه مهمه، واربعه دي الخصيه، فدي كله ده مهم. طيب، يوضح الرسم بيان المقابل مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبه غنيه فيها صلبيح كربوهيدرات. اي الارقام التاليه تشير الى تزايد افراز الانسولين والجلوكاجون؟ الانسولين، انت لما السكر يعلى الانسولين هيتفرز عشان يوطيه، فهنا الانسولين هيتفرز عشان يوطيه. طب لما السكر يقل هيطلع جلوكاجون عشان يعليه، فعند 4 جلوكاجون، فقال لك انسولين وجلوكاجون، يبقى الانسولين عند 3 وجلوكاجون عند 4، يبقى 3 و4 يا دكتور صميل. طيب، شكل مقابل يمثل 3 طرق مختلفة لتحفيز إنتاج الهرمونات. 3 طرق لتحفيز الهرمونات. ممكن الهرمون يتحفز بتركيز مادة معينة في الدم، زي هرمونات البنكرياس، جزر لانجرهانز، وزي جرعات الدرقية. جرعات الدرقية بتفرز هرمونات على حسب نسبة الكالسيوم في الدم. أول ما الكالسيوم ينقص يطلع البرص البون عشان يعليه. أول ما السكر يزيد يطلع الأنسولين يوطيه. أول ما السكر يقل يطلع الجلوكاجون يعليه. فدي بتركيز مادة. ممكن غدة تبعت هرمون يروح لغدة تانية، زي مثلا النخامية، لما بتبعت تي اس اتش يروح للدرقيه يخليها تفرز، فده نوع من التنبيه، ده اسمه تنبيه هرموني. وممكن يحصل تنبيه عصبي، خليه عصبيه بتنبه غده تفرز هرموناتها، زي مين مثلا؟ زي الادرينالين والنور ادرينالين، زي الادرينالين ونور ادرينالين، ده تنبيه عصبي. دول ال3 تنبيهات اللي عليك. فاي مالي يمكن ان يمثل غدد 1 و2 و3. واحد ممكن تبقى زي ما علمتك. فين واحد؟ هي فين واحد اصلا؟ واحد اللي هي دي ممكن تبقى النخاع القذريه. هل الفص العصبي غلط؟ النخاع القذريه صح. طب 2 غده درقيه صح. طب 3 والله بس حلوه دي، جميله، عجبتني دي والله العظيم. بس يبقى الاجابه دي النخاع القذريه والدرقيه وجريان الدرقيه. اي البدائل التاليه قد تنتج من حدوث جلطه في الوعاء الدموي الصادر من الفص الامامي؟ في مشكله بقى في الفص الامامي، قال لك من كده مفيش اف اس اتش ولا في ال اتش ولا في تي اس اتش ولا في اي سي تي اتش ولا في جي اتش، ما دي هرمونات، ولا في برولاكتين، بس كده ده ذكر بالغ برولاكتين. كل ده مش موجود، لان هنا في مشكله في الوعاء الصادر، يعني اللي طالع، فالهرمونات دي كلها فيها مشكله. هل هيحصل خلل في افراز جرعات الدرقيه؟ مالهاش دعوه بجرعات الدرقيه، ما بتتحكمش فيها. هل اختفاء المظاهر الجنسيه الثانويه ذكر بلغ يعني ظهرت عليه الصفات؟ لو ما كانش بالغ كان ماشي، فهنا غلط برضه، لان خلاص الصفات ظهرت، ما هو بلغ فظهرت عليه الصفات الثانويه. هل زياده مستوى السكر مالهاش دعوه بالبنكرياس؟ ما اللي بيزود السكر البنكرياس، هي مالهاش دعوه بالبنكرياس اصلا، ما بتتحكمش في البنكرياس. ده حتى لو قلنا ان الثيروكسين نقص، التي اس اتش نقص، فالثيروكسين ينقص فالسكر هيقل مش هيزيد، فزياده السكر ده هيحصل نقص للسكر. انخفاض ضغط الدم، يا نهار ابيض على السؤال. لما التي اس اتش نقص الثيروكسين نقص، ولما الثيروكسين بينقص بيقلل ضغط الدم وبيقلل ضربات القلب، يبقى طبعا دي بشكل غير مباشر، يعني لفه طويله. 16 اي العبارات التاليه صحيحه لوصف الشكل المقابل؟ ده الكبد، ودي المراره، وده الاثنى عشر اللي هي 12 بوصه، وبي ده البنكرياس، وايه ده المعده. كتبنا البيانات كلها. بيقول لك جميع الاعضاء بالشكل تحتوي على غدد لا قنويه فقط، غلط. ده البنكرياس مشترك، والاثنى عشر مشترك، والمعده مشتركه، ده كلهم مشتركه اللي هم دول. افرازات بي اللي هي البنكرياس لا تخضع بتخضع طبعا، جالك استنتج هناك نوعا اخر غير العصبي، في عصبي وفي هرموني، فهي بتخضع للعصبي طبعا، الجهاز الباراسمساوي بتاع رحرح اكل وصنعه وجلد مرعى. قطع ستارلينج القناه الواصله بين سي وبي، لا قطع الاعصاب
مش القناه الواصله بينهم، قطع الاعصاب، مش القناه البنكرياسيه اللي واصله بينهم اللي هي القناه البنكرياسيه، ما قطعهاش طبعا، هو قطع الاعصاب. استنتج كلود بيرنر نتائجه من خلال فحص كل من اي كبد والدي اللي هي المراره، صح، لانه قال لك ان قال لك اعتبر ان السكر المدخر في الكبد هو افرازه الداخلي وهو الصفراء اللي جوه المراره، دي اسمها حويصله صفراويه او مراره، الكيس البالونه دي اسمها حويصله صفراويه لان جواها العصير الاصفر، حاجه اصفره كده اهو، يبقى ده. في الشكل المقابل، من اين يفرز الهرمون المنبه للخلايا ايه دي؟ خلايا حويصليه تعمل كغده قنويه، ده البنكرياس. قال لك مين الهرمون اللي بينبهها؟ السكرتين والكوليسيستوكاينين اللي جايين من الاثنى عشر، فالاثنى عشر بتبعت هرمونات للبنكرياس والبنكرياس يروح رادد عليها بانزيمات، بيردوا على بعض يا باشا، يبقى بطانه الاثنى عشر. 18 شكل مقابل يوضح التغير الحادث في فرج جهد الستاركوليما نتيجه وصول اوامر من المخ للعضله، اي الهرمونات اللي يؤثر بشكل مباشر على تغير فرج جهد. مين اللي سبب من سالب 70 دخول الصوديوم؟ دخول الصوديوم. طب مين بتاع الصوديوم؟ الالدوسترون، يبقى الالدوسترون. اي الهرمونات التاليه تحفز تكسير جلايكوجين الجلوكوز في العضله؟ ادرينالين بس. الجلوكاجون بيشتغل على الكبد بس، لكن العضله فيها الادرينالين بيشتغل على جلايكوجين الكبد والعضلات، فقال لك طالما عضله يبقى الادرينالين تمارين. 20 الرسم بين المقابل يوضح تاثير الهرمونات المختلفه على وزن الجسم، ادرسوا معايا. لما الهرمون زاد وزن الجسم زاد، ده الانسولين، ده اللي بيعمل لازاليز. لما الهرمون زاد وزن الجسم قل، ده الثيروكسين عشان بيحرق بيزود الحرق، فده الثيروكسين، لكن الاولى انسولين، الانسولين بيلزلز. الهرمون س يعتمد افرازه على مستوى السكر في الدم، صح، يعتمد على افراز هرموني غلط، يفرز بتنبيه النخاميه غلط، يعتمد على السكر في الدم، صح. طب الهرمون ص اللي هو الثيروكسين يفرز بتنبيه عصبي غلط، يفرز بتنبيه من النخاميه، صح، يبقى الاجابه هتبقى ج، بيتفرز بتنبيه من التي اس اتش المنبه للدرقيه. اي رسوم البيانيه التاليه تعبر عن تاثير الانسولين على معدل السي او 2؟ لما الانسولين يزيد هيحس على الحرق، فالثاني اكسيد الكربون يزيد معادله الحرق، فكل ما الثيروكسين الانسولين يزيد هيحس على الحرق فالسي او 2 يزيد. اذا علمت ان هرمون الانسولين بيساعد على دخول البوتاسيوم داخل الخلايا، ده الدم ودي الخليه، بياخد البوتاسيوم ده ويدخله في الخليه، ده الانسولين، يعني معناه قلل البوتاسيوم في الدم. طب هل لما يجي البوتاسيوم في الدم هل هيتفرز الالدوسترون؟ لا، الالدوسترون بيزيد امتى؟ متى يفرز؟ دايما تسال نفسك السؤال ده، امتى يفرز الهرمون؟ متى يفرز الالدوسترون؟ لما ينقص الصوديوم او يزيد البوتاسيوم. هل ماذا تتوقع ان يحدث بعد حقن المريض بالانسولين؟ هل يزداد مستوى البوتاسيوم في البول؟ غلط، ده انا عندي البوتاسيوم قل في الدم فمش هيزيد في البول ابدا. هل هي دي هيقل الالدوسترون، نقص البوتاسيوم هيؤدي الى نقص الالدوسترون، لان الالدوسترون بيزيد لما البوتاسيوم يزيد، فنقص البوتاسيوم ينقص الالدوسترون. هل يزداد الاس اتش؟ لا، مش عايزين ما هو قليل اصلا، مش عايزين نخلص منه، فمش عايزين الدوسترون ولا اس اتش. هل يزداد مستوى البوتاسيوم في الدم؟ ده هيقل في الدم لان هو خده من الدم حطه في الخليه، سحبه من هنا زوده هنا، فقل هنا وزاد هنا، قلله في الدم، طالما قلله في الدم ما يتفرزش الالدوسترون، فهنا طبعا يقل نشاط الغده الكظريه. ادرس الشكل الرسم التخطيط التالي الذي يوضح نشاط احدى الغدد في الانسان ثم استنتج. غده هرمون امعاء زياده السكر، يبقى ده ثيروكسين. يعتمد افراز الثيروكسين على تنبيه عصبي؟ لا. تنبيه هرموني. عصبي؟ لا. تركيز ماده معينه؟ لا. تنبيه هرموني. تي اس اتش بينبه الدرقيه انها تطلع هرمون الثيروكسين. اي هرمونات تانيه يمكن اعطائه للمراه الحامل التي تعاني من الاجهاض المتكرر؟ مين مثبت الحمل؟ مثبت الحمل البروجسترون، ده اللي بيحافظ على بطانه الرحم، ده مثبت الحمل، هرمون مثبت الحمل، عشان كده الستات دايما الحوامل تلاقي الدكتور كاتب لها علبه بروجسترون عشان دي بتثبت الحمل. اي الهرمونات التاليه زياده افرازه تؤدي الى انخفاض تركيز الصوديوم في. طب نكتب من الاول، ده شريان وده وريد، خلاص. في الوعاء الدموي انخفاض تركيز الصوديوم في الوعاء الدموي صاد اللي هو الوريد اللي طالع يعني عن س، يعني س تركيز الصوديوم عالي، صاد تركيز الصوديوم منخفض. هل ده ينفع الدوسترون؟ لا، ده الالدوسترون بيعلي، بيروح للكليه يقول لها الصوديوم هاتي، فهو بيعلي الصوديوم مش بيقلله، فهنا قال لك ده منخفض، يبقى ده اكيد الاي اتش. الاي اتش لما رجع ميه كل التركيزات قلت، ما الاي اتش بيروح للكليه يرجع ميه، فاسموزيت الدم تقل، تركيزات الدم تقل، فطبعا ده اكيد بتاثير الاي اتش. اوعى تقدر تختار الدوسترون، يبقى هنا تركيز الاي دي اتش. طيب المقالي، رسم بيان المقابل يعبر عن تركيز سكر الجلوكوز بالدم ادرسه ثم اجل. ده المستوى الطبيعي، ده هرمون علّى عن الطبيعي، يبقى ده الادرينالين بيعلي فوق الطبيعي والنور ادرينالين.
ما الهرمون مسبب جلو ادرينالين وادرينالين؟ ما تاثير هذا الهرمون على الجهاز الدوري؟ بيرفع السكر ويرفع الضغط ويزود كورتيزول انقباض القلب، وكل هذه التغيرات تساعد العضلات في الحصول على الطاقات التي الانقباضات والانبساطات مع زياده استهلاك الاكسجين. ما تاثير هذا الهرمون على العضله التوأميه؟ ثواني يا شباب اقفل بس الموبايل. ما تأثير الهرمون زي ما بقول لك كده اهو؟ ما تأثير الهرمون ده على العضلة التوأمية؟ هتقوله بيحول الجلايكوجين إلى جلوكوز، وهيوصلها طبعا، تقوله بيوصلها دم كتير. كل هذه التغيرات بسبب في الحصول على الطاقات اللازمة للانقباض والانبساط مع زيادة استهلاك الأكسجين. يبقى ده اللي بيعمل. للغدة النخامية تأثير غير مباشر على عمل الجهاز الهضمي. هل تتفق مع هذه العبارة؟ أنا أتفق. والجهاز الهضمي بيعمل حاجتين، مسؤول عن الهضم ومسؤول عن الامتصاص، مسؤول عن الاثنين، هضم وامتصاص، مسؤول عن ده وده. بيقول لك الغده النخاميه تاثير غير مباشر على العمل على الامتصاص. ما انت عندك التي اس اتش بيخلي الدرقيه تطلع سيروكسين اللي بيعمل امتصاص للسكريات الاحاديه، فهي دي العلاقه بشكل غير مباشر، فطبعا اتفق. اذكر 3 هرمونات مسؤوله عن نمو الجسم في طفل حديث الولاده. الجي اتش طبعا، الثيروكسين مسؤول عن التطور بانماطه الثلاثه عقلي وبدني وجسمي، وممكن الانسولين ينفع يمشي الانسولين، والله ما يمشي الانسولين انه يعمل نمو. مع الانسولين ده بيعمل جلايكوجين وبيعمل لازاليز مواد دهنيه، فبيساعد بيعمل بناء. طالما بيعمل بناء ده بيعمل بناء، والثيروكسين مسؤول عن التطور بانماط الثلاثه بيعمل بناء برضه الثيروكسين، بس هو هدمي اكتر من ان هو بنائي. 4. ادرس الشكل المقابل ثم اجب جيدا. طبعا دي الامعاء، لو احنا نفتكر بتاع الثانيه ثانوي، وبعدين بندخل الكبد من بابه، ده وريد بابي كبدي. اي عضو في الجسم شريان يودي، ده شريان كبدي. وريد يرجع، ده وريد كبدي، وريد كبدي. خلاص بالمنظر ده. ما الهرمون الذي تسبب في زياده سكر الجلوكوز في الوعاء الدموي؟ سين ده اللي خد من الامعاء وحط هنا، ده الثيروكسين اللي بياخد من الامعاء ويحط في الوريد البابي الكبدي، يبقى ده الثيروكسين. لكن عارف اللي بيزوده هنا ممكن الجلوكاجون، لان بيحول الجلايكوجين لجلوكوز، والجلوكوز يروح طالع في الوريد ده. يعني لو جالك على صاد، يعني في ضوء دراستك، متى يكون تركيز الجلوكوز في صاد اكبر من تركيزه في سين؟ امتى في صاد يكون اعلى؟ امتى ده الجلوكوز هنا يبقى اكتر من هنا؟ في حاله واحده بس، لو انت صايم وجعان هيطلع عندك جلوكاجون، هيروح محول الجلايكوجين الى جلوكوز، فالجلوكوز فعلا يكون هنا اكتر. لكن لو انا لسه واكل هنا يبقى اعلى، لكن لو انا صايم وجعان يطلع الجلوكاجون يحول الجلايكوجين لجلوكوز فيزيد في صاد. طيب السؤال الخامس الاخير، الحمد لله خلصنا. انا طالب فاشل زيي بحب اخلص. ادرس الجدول المقابل الذي يوضح تحليل تركيز هرمون ال اتش لثلاث سيدات. اذا علمت ان المعدل الطبيعي لل اتش لدى السيدات 1.9 ل 10، ده الطبيعي. دي 5 من 10 قليل، الطبيعي 1. الثانيه 15 عالي، الثالثه 5، ده طبيعي. اجب عن الاسئله التاليه. اي من هؤلاء السيدات مصاب بالعقم اللي عندها نقص ال اتش؟ ما احنا عارفين ان الاف اس اتش والانثى دي هرمونات الخصوبه، فاللي عندها نقص الاولى هتقولوا لان عندها نقص ال اتش، وانت عارف ان ال اتش بيفجر ويحرر ويكون، ده تفسير الاجابه. اي من هؤلاء السيدات وصلت لسن الياس؟ بص، في سن الياس بيكون مبيض خالي من البويضات متوقف عن افراز الهرمونات، مفيش هرمونات المبيض. فلما يكون مفيش هرمونات المبيض، النخاميه مش عارفه ان الست دي وصلت لسن الياس، فالنخاميه تبدا تزود ال اتش. ليه النخاميه زودت ال اتش؟ لان المبيض مش شغال. ما هي مش لانها زنانه، لان المبيض كسلان. هي لما لقيت المبيض مش شغال مره واحده ما اشتغلش، فبدات تزود ال اتش. فمين اللي زاد عندها ال اتش؟ الثانيه. ايه تفسير اجابتك؟ هتقول له نقص هرمونات المبيض في سن الياس، لان المبيض هيتوقف عن افراز الهرمونات، هيؤدي لان النخاميه تفرز ال اتش عشان المبيض يطلع. طبعا كان المفروض من الخطه ان احنا يوم الخميس برضو هنحل الامتحان السنه اللي فاتت على الهرمونات، بس انا حليتها. يعني انا حرفيا بصيت على اساس السنه اللي فاتت لقيت ان الكتب الخارجيه جايباهم، كل كتاب كنا بنحله جايبين نفس الاسئله، فانا تقريبا حليتهم ما عدا سؤال او اتنين. هم اصلا السؤال ده يعني بتاع الشجره اللي عندك ده اصلا مكانه الصح في التكاثر، هو كتاب الامتحان حاطه غلط، فده مكانه مش دلوقتي بتاع الشجره اللي عندك. فهم سؤال او اتنين هيتحلوا، يعني احنا مع كتر الحل هتلاقي نفسنا حليناهم، فانت حلهم. والسؤال اللي يجي معاك كده ابعتوا لي في اسال هنا في الابلكيشن. على فكره انا بجاوب على الاسئله اللي بتتبعت لي على الواتس،
بلاش تليجرام، الواتس الارقام بتاعتي بتاع الواتس صدقوني برد على على قد ما بقدر برد على كل الاسئله اللي بتوصل لي. اتمنى تكونوا مستفيدين. انا عارف ان انا دايس عليكم في المحاضرات، بس صدقني هتبقوا من الاحياء متمكنين. يعني بعد الدوسه اللي انا دايسها دي بامانه صدقني هتبقى حابب الاحياء، هتبقى متمكن من الاحياء. بس انت خليك جد ودوس معايا، دوس معايا هتظبط الدنيا. شكرا ليكم ودمتم اغلى طلاب. سلام يا شباب، باي.